طيب، السلام عليكم جميعا، مساء الخير. هنبدأ في ميعادنا بالظبط عشان اللي فهو له الجائزة ان هو يحضر الجلسة من اولها. فاحنا بنرحب بالمهندس يوسف شاذلي معانا النهارده في اول جلسة ليه في فجموية، وان شاء الله ما تكونش اخر جلسة. الجلسات الجاية كتير ان شاء الله. مهندس يوسف النهارده يكلمنا عن الفرق بين فيجما وفريمر في انشاء مواقع الانترنت. الموضوع مهم جدا للفريلانسر قبل ما يكون مهم للفجموية في العموم، او لاي حد شغال على اليو اي واليو اكس. خلينا نبدأ ننتقل للسلايد الثانية. المهندس يوسف الشاذلي، أهلا بك يا يوسف. هو سريع بيه يعني هو شريك مؤسس في شركة واصلة، وخبرة 8 سنين في تصميم وتطوير مواقع وتطبيقات كفريلانس. واحنا شايفين ان خبرته 8 سنين ترقى ان هي تكون فوق ال 20 سنة. وده دليل على ان الخبرة مش بس هي بعد السنين، بل بالمنتجات والمشاريع اللي اشتغلت عليها يا يوسف. هو حتى كمان قبل ما اسيب المايك ليوسف يعرف بنفسه، عايز اقول ان هو شد انتباهنا لما كان بيعمل ريديزاين ل كان ريتد اب، ولا كان بيقول ايه؟ كان اسمها إيه يا يوسف معلش؟ Redesigning famous apps. Speed read. فيمس ابس، يس سبيد ريديزاين فور فيمس ابس. احنا في الموضوع قلنا احنا مش هنقدر ندخل في الجزئيه دي، بما ان يوسف بيعملها يعني. فاحنا هنعمل ريديزاين فور اندر ريتد ابس، بحيث ان هو يكون شغال في الفيمس واحنا شغالين في الاندر ريتد. نبقى عملنا موازنات، لان فيجمويه مش جايه تنافس، هي جايه تكمل. فاتفضل يا يوسف، عرف بنفسك. بيكو، شكرا باشمهندس حسن. مبسوط جدا ان انا معاكم اول مره احضر جلسات فيجماويه، بس انا متابع الكوميونتي كله من زمان جدا، من ساعه وقت الفيديوهات، الكلام ده من السنه اللي فاتت. فكان دايما بشوف يعني محتوى كويس جدا وتفاعل كبير من الناس اللي مهتمه بفيجما. وفيجما ممكن تكون كلمه بتلخص مجال كبير. لان انا من الناس اللي بدات يو اي اكس ايام اكس دي وايام سكتش، واكيد في ناس من قبلها برضو. كان في مرحله بتاعت فوتوشوب دي انا ما لحقتهاش، احنا دخلنا في سكتش. فالتولز عامه كده كده هنتكلم فيها كتير النهارده والاهداف بتاعتها. ولكن يعني متحمس جدا بتاعنا النهارده، وان احنا نحاول مع بعض نتعلم او نشوف ايه الفروق ما بين الادوات المختلفه واستخدامها للحاجه اللي احنا عايزين نعملها. طبعا، انا الخبره بتاعتي متلخصه في الجمله البسيطه دي. هو عامه انا شغلي كان دايما بيبقى تركيزه على التطبيقات زي اغلبنا في الاول، ولكن بيفت كده في اخر كام سنه لحته المواقع، وده اللي خلاني اعرف اكتر الادوات زي فريمر، ومنهم ابتديت اشتغل بيهم اكتر. فحابب النهارده نتكلم عن الادوات دي، ونشوف كمان بما ان فيجما مساحه في الحته دي، ونشوف ازاي ده يقدر يفيدكم، وايه الاداه اللي انتوا تبقوا محتاجين تتعلموها او تستخدموها عشان توصل لاحسن. يعني كبرتني لما قلت ان الفوتوشوب ده انت ما لحقتوش. جرايه يا يوسف. لقيته بس دي بقى مش وقتها، فدخلت فيها على طول. يعني ما فيش مشكله، بس فعلا ما شاء الله عليك، يعني خبره عندك بلس 20، مش بلس 8 يعني. ف منورنا يا يوسف. خلينا نبدا في الجلسه، لان عندنا محاور كتير جدا، وحابين نستفيد بكل دقيقه بخبرتك في الجزئيه اللي احنا هنتكلم فيها، الخاصه بانشاء المواقع عن طريق تطبيقات التصميم. ودي هي موضوع، او ده كاتيجوري جديد بقى له مثلا ممكن سنه او حاجه زي كده، يمكن اكتر شويه. فخلينا نبدا ننتقل للنكست سلايد، ونشوف مثلا او ناكد ان الهدف من الجلسه هو نشوف الفرق بين فيجما وفريمر، بعد ما فيجما استحدث انشاء المواقع عن طريق فيجما ويب سايتس. هي اصلا موجوده قبل كده على فريمر، فخلينا نشوف ايه اللي حصل، ايه المقارنات، مين احسن، هل فيجما جاي، هل فيجما بعيد. فخلينا نشوف. هنفرق بين فريمر وفيجما في بناء مواقع الانترنت، وهنعرف ازاي نختار الاداه الانسب حسب احتياجنا، فيجما ولا فريمر. ونقل الخبرات وتجارب عمليه من يوسف بعد استخدام الاداتين. فنبدأ نرتب الجلسة بتاعتنا ونقول عندنا 7 محاور. المحور الأول هنعرف بكل أداة، والمحور الثاني تصميم الويب من خلال فيجما أو المواقع يعني. والمحور الثالث تصميم وتطوير المواقع باستخدام فريمر. والمحور الرابع أمثلة لمشاريع تم إنشائها عبر فريمر. والمحور الخامس مقارنة تجربة الاستخدام والتكامل مع أدوات زي ويب فلو وجيت هاب. المحور السادس نصائح عملية للانتقال من فيجما إلى فريمر، أو الجمع بينهما أو العكس. وفي النهاية الفقرة المنتظرة أسئلة المئوية. فخلينا نبدأ للمحور الأول ننتقل. التعريف بكل أداة، ونترك السؤال أو الإجابة ليوسف. إيه الفرق من وجهة نظرك بين فيجما وفريمر كفرق جوهري؟ اتفضل يا يوسف.
تمام، احنا خلينا الاول نعرف كل اداه ليها بالاسم اللي بنستخدمه عامه في السوق او في الشغل بتاعنا. هي فيجما، هي ديزاين تول، اداه تصميم. فدي اقدر اعمل بيها حاجات كتير جدا، اقدر اصمم بيها ابلكيشن، بلاتفورم. ممكن استخدم اللي هي التول الاساسيه اللي فيها لاي حاجه انا عايزها، ويب سايت او ايا كان ايه نوع البرودكت اللي بعمله ديزاين. وبعد كده لما ننتقل للبرودكتس التانية اللي فيجما بتقدمها، ممكن حاجة زي سلايدز أو الحاجات الجديدة اللي أعلنوا عنها، بيبقى أداة التصميم دي أعرف أطلع منها مخرجات مختلفة. فزي ما هعرف أطلع بيها بروتوتايب مثلا لأبليكيشن، أعرف أطلع منها سلايد اللي إحنا شايفينه دلوقتي، أقدر إن أنا أعرض فيه حاجة. فهي ديزاين تول. الأقرب ليها هو فوتوشوب أو الحاجات اللي في الاتجاه ده، ولكن هي مخصصة في حاجات معينة. فزي ما فوتوشوب، الاستريتور، الحاجات دي ديزاين تولز بتخليني اعرف اطلع اوتبوت معين، فيجما هي نفس الموضوع. لكن لما هبتدي ابص على فريمر، فهي فريمر هو ويب سايت بيلدر او ويب سايت ديزاين تول. هو متحدد جدا في ان هو بيعمل الويب سايتس، وكمان نوع معين اظن هنتكلم فيه قدام شويه. فالمقارنه ما بينهم تخلينا نقول ان فيجما يعتبر الاداه الشامله او العامه، وفريمر هي الاداه اللي مخصصه في حاجه معينه. اللي حصل بس واللي عمل السبارك اللي طلعت الديبيت ده ما بين فيجما وفريمر، هو ان فيجما اعلنت عن فيجما سايتس، اللي هي الاداه اللي هتبتدي تنفذ بيها التخصص بتاع فريمر ده. فيبتدوا الاثنين يبقوا ممكن يطلعوا نفس الاوتبوت في الاخر، اللي هي ويب سايت ببلشد وموجود على الانترنت وممكن اي حد يستخدمه. فده الفرق الجوهري. ولكن حاليا ده ابتدى يبقى مش واضح جدا، لان فيجما دخلت في الحته بتاعت فريمر، فهي بتحاول تنافسها فيها. طيب احنا نفهم من كلامك ان فريمر مش بيصمم موبايل ابس. لا، فريمر ما ينفعش اعمل من عليه بلاتفورم، ما ينفعش اعمل عليه موبايل. ممكن اعمل عليه ريسبونسيف ويب سايت، فاعرف اطلع من عليه ويب سايت واعرف افتحه على الموبايل ويبقى ريسبونسيف شغال بشكل كويس. ولكن مش هعرف اطلع من ده موبايل اب اعمله ببلش على الاب ستور وعلى جوجل بلاي والحاجات دي. هو مش لا بيعمل. انا مش قصدي ببلش يا يوسف، انا قصدي هل احنا ممكن نصمم عادي عليه موبايل اب زي فيجما جاست ديزاين؟ بس مش عارف اطلعه في حته، مش عارف اعمل له اكسبورت. هي دي الازمه، ان الجيمر اوكي. مش ديزاين تول، دي الفكره بس. طيب ننتقل للمحور الثاني. احنا كده جاوبنا عن احنا قلنا ايه؟ الفرق الجوهري عرفناه. هل يمكن قول ان فريمر بديل لفيجما؟ انت جاوبت على الموضوع ده، قلت لا، ان هو فريمر مركز على الويب سايتس، ان هو بيجنريت ويب سايتس من الديزاين للكود، او اللايف ويب سايت، مش الكود اللي انت بتتفاعل معاه يعني. جاوبت على الجزئيه دي. هل عندك اضافه هنا ولا؟ حابب اضيف حته، ان احنا السؤال او بمعنى صح اللي احنا شايفينه في المستقبل، ان فيجما هي اللي بتحاول تبدل فريمر بان هي تعمل السايتس. ولكن دي بقى فيها نقطة ممكن ندخل فيها اكتر ممكن في الاسئلة اللي جاية، عن ليه فيجما لسه ما بدلتش فريمر، او ليه الاداة بتاعتها تعتبر لسه ورا كذا خطوة عن فريمر. ممتاز. طيب يلا ننتقل للمحور الثاني. تصميم الويب من خلال فيجما. نشوف ونسأل امتى نختار فيجما وامتى نختار فريمر؟ مين الانسب؟ ولا كل حاجة ليها كيس، حالة خاصة مختلفة؟ اتفضل. كل حاجة ليها كيس، وده بقى السؤال اللي أنا كنت عايز أجاوب عليه، أو اللي هو الأهم في الديبيت اللي ما بينهم. هو أنواع الويب سايتس إيه، أو أنواع البرودكتس اللي بنعملها دي. لما أكون ببص على ويب سايت، بيبقى فيه حالتين، أو خلينا نوسع الديبيت أكتر شوية، نركز على فريمر ونوسعها عليه. نقول إن أنا مثلا عندي كوميرس ويب سايت، اللي هو لما نكون بنشتري هدوم، نكون بنشتري منتجات تقنية، الحاجات اللي زي كده. فلما باجي اعمل ويب سايت زي ده واكون عايز اعمل له ببلش، عايزه يشتغل معايا، عندي تراك من اتنين. يا اما هعمل له تصميم على فيجما، فهعمل التصميم كله، هيجي ديفلوبر ياخد التصميم ده يعمل له الكود بتاعه. او انا كديزاينر عايز اروح اعمله على بلاتفورم اللي هي ويب سايت بيلدر. هل فريمر هي البلاتفورم اللي عامل عليها ده؟ لا، مش هينفع اعمله على فريمر، لان فريمر مش مجهز للاي كوميرس. اللي بيبقى مناسب في الحته دي، واظن ان اغلب الناس عارفه البلاتفورم دي، هي حاجه زي شوبيفاي مثلا، او وو كوميرس على ووردبريس. ده ويب سايت بيلدر بيديني يو اي سهل ليا ان انا نافيجيت فيه واديت فيه كديزاينر، من غير ما احتاج اتعامل مع كود، واطلع النتيجه بتاعتي بالديزاين بتاعي في الاخر. لكن لما اكون بقى بعمل ويب سايت اسمه ستاتيك ويب سايت، بمعنى ان هو او سي ام اس ويب سايت، بيعرض محتوى.
بيعرض كونتنت. كونتنت مانجمنت سيستم ده اختصار، الاختصار بتاعها بيبقى سي ام اس. CMS. اوكي. بحاول اعرض المحتوى ده، بيبقى فريمر عندي هي الاداة الاحسن، لانه بيديني حاجتين. بيديني اليو اي السهل اللي اعرف اديزاين فيه الحاجة اللي انا عايز اعملها بشكل كويس، وعندي كل التولز والفلكسبيليتي، واعرف اعمل له ببلش في الاخر ويبقى بيشتغل بطريقه كويسه. لانه بيعرف يديني حاجه زي البلوجز، لما اكون عايز اعمل بلوجز او اللي هي المدونه اللي بيبقى فيها صفحات كتيره. عايز اعمل مثلا وظائف، عايز اعمل خدمات معينه او منتجات معينه بعرضها بس، وبعرض التفاصيل بتاعتها بصور مختلفه. فريمر بيديني الاداه والكونتنت مانجمنت سيستم اللي اعرف من خلاله اعمل ده، كاني قاعد بملأ اكسل شيت بعد ما اخلص الديزاين الاساسي بتاع الويب سايت بتاعي. لما اكون بقى هعمل ويب سايت في حاجه دايناميك، يعني يكون بيابديت من بيانات لايف، يكون اليوزر بينتراكت بالبلاتفورم، بيبقى فريمر ساعتها برضو مش هو الاجابه بتاعتي. فعلشان ادي بقى الاجابه اللي تلخص كل ده، لما اكون بعمل ويب سايت ستاتيك، فريمر هو الاداه اللي بعرف استخدمها عشان اعمل ده. لكن اي نوع ويب سايت تاني هضطر ارجع للطريقه القديمه اللي بنشتغل بيها، ان انا بعمل له الديزاين على فيجما، وبعد كده في ديفلوبر بياخده يعمل له بيلد، او اروح على تول معينه اعمل له بيلد عليها غير التول بتاعت فريمر. طيب ده في سياق كلامك ده ينقلنا لسؤال مهم. انا كفريلانسر هستفاد منه ازاي؟ هل انا لما اجي اسلم ويب سايت مثلا هعمل بورتفوليو هبيعه لحد، او هعمل مثلا ويب سايت تعريف الشركه اللي هو مش دايما يحدثوا فيها الداتا، زي مثلا شركه انشاءات او وات ايفر نوع الشركه والنشاط بتاعها، المحتوى بتاعها مش متغير دايما. هل هو هنا ساعتها ده الانسب؟ والسؤال الثاني، جزء الاجابه السؤال الثاني، الكلاينت لو حب يعدل صم داتا يعني هيدخل ازاي؟ فين الداشبورد هنا؟ اتفضل. الداشبورد بتبقى اوكي. هو لو عايز يعدل على البيانات، بيبقى الداشبورد بتاعتها بسيطة جدا، لان هي زي اكسل شيت بيقدر يعدل فيها على كل البيانات اللي موجودة. فبيبقى سهل ان انا اعمل الديزاين بتاع الويب سايت بتاعي، والحد اللي هيدخل يedit ما يحتاجش يتعامل مع الديزاين او مع فريمر بالحتة بتاعت الديزاين اللي فيه، هو بس بيتعامل مع الجزء بتاع البيانات اللي هو بيضيفها. فلو هو عايز يعمل، لو انا مثلا عايز اعمل بورتفوليو لنفسي، اعرف اعمل تمبلت للمكان اللي فيه الصفحة بتاعت البروجكت بتاعي. وكل مره هاجي اضيف بروجكت جديد، مش هدخل اعمل له صفحه على فريمر. انا البيانات او الفيلدز اللي انا عملتها دي هدخل املى فيها بس البيانات بتاعتي، بتاعت البروجكت الجديد، واعمل له اد. حتى لو كان ده شامل صور، حتى لو في صور؟ صور، تكست، ممكن يبقى فيه حاجات كمان ممكن تكون يعني مثال على حاجه زي كده، ودي بتبقى حته ادفانس شويه في السي ام اس ولكن مهمه، ودي مش موجوده في فيجما. ان مثلا لو انا عندي في صفحه في 3 سكرين شوتس للابلكيشن اللي انا اعمل له الديزاين، بس في بروجكت تاني انا حطيت 2 سكرين شوتس بس ما حطيتش التالتة. الديزاين بتاعي ده بيأدابت، بيطلع هنا الصورتين، وفي الاولى بيبقى مطلع ال3 صور بتوعي. بيستخدم حاجه اسمها الفيزيبل كونديشن، اللي هو لو الحاجه موجوده بتبقى فيزيبل، لو مش موجوده بتبقى هيدن اوتوماتيكلي في الباك جراوند. هو ده كونديشن برمجي، بس واضح ان هو تم تطبيقه بشكل موجود. ذكي جدا في فريمر يعني. طيب ده معناه ان الفريلانس لما يجي له كلاينت يطلب منه موقع تعريف الشركه، مش متوقع ان يحدث بيانات كتير، او مثلا هيعمل بورتفوليو او بلوج، بس بلوج ساعات بتحتاج ابديت من وقت للتاني، فالانسب ساعتها ممكن نقول فريمر. بالظبط. آه، اوكي. بصنفهم ان هو الويب سايتس بتكون بورتفوليو او كومباني بروفايل او بلوجز، وحاجه مبنيه على المعلومات والبيانات ان هي تتكتب. بيبقى دول ال3 الامثله الافضل لحته فريمر، اوكي. وبالتبعيه فيجما. طيب السؤال اللي بعده، ما التحديات التي يواجهها المصمم عند استخدام فيجما دون خبرة برمجة أو فريمر يعني؟ التحديات اللي بيستخدمها عند استخدام، معلش عشان السكرين شير تقريبا وقف. التحدي، أنا شلت الشير عشان تبقى أنت واضح أكتر. أوكي. إيه التحديات اللي يواجهها المصمم عند استخدام فيجما فقط دون خبرة برمجية أو فريمر؟ عامة الخبرة البرمجية مش مهمة خالص في استخدام فيجما أو فريمر، سواء فيجما سايتس أو حتى أنا بستخدم فيجما كديزاينر وهعمل ديزاين بتاع برودكت كامل. مش بحتاج الباك جراوند البرمجية، ولكن بيحتاج حاجة اللي هي التغذية البصرية. إن أنا أكون شفت يعني أنا مثلا لو هعمل ويب سايت بورتفوليو، أكون شفت أمثلة كتير جداً عشان أعرف إيه اللي بنسميه بيست براكتسز، أو الحاجة اللي الناس بتتبعها، وإيه، وأعرف
يعني من الاخر ابقى عارف الفريم اللي انا شغال في خلاله، فيبقى عندي باك جراوند. ولكن انا لو بستخدم فريمر عشان ابني ويب سايت مثلا، ما بستخدمش كود خالص. الاداه بتشيل من عليا اي فكره للكود. حتى لو عايز اعمل انيميشنز في الويب سايت بتاعي، عايز اعمل انتر اكشن معين، الاداه بتديني حاجه زي الكومبوننت اللي موجوده في فيجما بتبقى موجوده على فريمر برضو، واقدر من خلالها اعمل انتر اكشنز معينه. فمثلا لو عملت هافر بطريقه معينه يحصل افكت معين، لو عملت كليك الكومبوننت ده انيميت لشكل مختلف. فكل الحاجات دي انيبلد عندي في فريمر. واظن فيجما برضو مع فيجما سايتس لما تبقى بابلشت تماما هتبقى برضو فيها نفس الفيتشر دي او نفس الامكانيه دي. فالموضوع هيبقى بسيط عند الاتنين بدون اي برمجه. ده ينقلنا لسؤال يمكن لاحقا، بس انا حابب ان انا اساله دلوقتي. طيب انا دلوقتي ديزاينر، صممت مثلا ماب فيها اللوكيشن بتاع الشركه او كونتاكت فورم. الحاجات دي قد تكون في فريمر او فيجما ليها بلجن او ويدجت، فانا محتاج تاكد لي هل لو انا عايز اضيف كونتاكت اس فورم او ماب لوكيشن، ازاي بيتم ده على فريمر او فيجما؟ بيبقى موجود عندي كذا. انا اولا عندي بلجنز كتيره اوريدي موجوده في الابلكيشن. فانا موجود عندي على فريمر مثلا ممكن الفورمز بتاعت ابلكيشن، يعني مثلا ميل تشامب، تايب فورم، الحاجات دي ليها اوريدي كريتد بلجن اعرف احطه دراج اند دروب واحط الاي دي بتاع الفورم نفسه. طب لو انا عايز اعمل ممتاز. واحده كاستم، اعرف اخد كومبوننت ان انا اكرييت الفيلدز نفسها، وبكل سهوله. الموضوع بسيط جدا ان انا احط اي كميه فيلدز انا عايزها، اي ستابس انا عايزها، واربطها بالايميل بتاعي او باكسل شيت ان هي تملاها. فالموضوع ده كله اوريدي فيجرد، لان كده كده الكول تو اكشن بتاعت اي ويب سايت من الثلاثه اللي احنا قلناهم، البورتفوليو او الكومباني بروفايل او ان انا بكون بعرض بلوجز وبيانات زي كده، هو ان انا اخد الكونتاكت انفو بتاع الناس، ان انا اخد الايميل بتاعه او اخد رقم التليفون. فهو بيديني على طول حته الكونتاكت فورم وبتبقى سبورتد قوي. ممتاز. طيب خليني اشير وعشان برضو ننتقل للسؤال اللي بعده. اوكي. ما التحديات؟ لا، نروح للمحور الثالث: تصميم وتطوير المواقع باستخدام فريمر. قد يكون احنا اتناقشنا شويه عنها، بس برضو خلينا نشوف الاسئله ونتاكد من اجابتها. ما الذي يميز فريمر في بناء مواقع جاهزه للنشر؟ هو انا بالنسبه لي بصراحه عنده ميزه كبيره جدا، ومع المقارنه بفيجما هتعتبر الميزه دي مش قويه ان هو فريمر احسن من فيجما، ولكن هي ميزه في الاثنين في الاتجاه اللي هم ماشيين فيه، ان هم مبنيين للمصمم، للديزاينر الاول. فاي حاجه انا ببقى عايز اتخيلها وعايز اعملها، ما بحتاجش ان انا افكر في الكود بتاعي هيبقى عامل ازاي، انا بفكر بس من ناحيه الديزاين هعملها ازاي. وبعد كده الادوات اللي عندي بتسهل لي ده. زائد ان هو بيشيل من عليا بينز كتيره او حاجات كتيره كنت قبل كده بحتاج افكر فيها. علشان يبقى عندنا باك جراوند شويه، انا اشتغلت على موضوع المواقع ده من قبل ما فريمر يبقى موجود. كنت بشتغل ان انا بعمل الديزاين على فيجما وبديه للديفلوبر بيبتدي يبيلد كاستم كود، او بيشتغل على بلاتفورم زي ووردبريس مع اليمنتور ويبتدي يبيلد عليه. فكان دايما اي فكره او اي ديزاين بعمله بضطر ان انا اوصل مع، يعني زي ما بنقول كده، اتناقش مع الديفلوبر وكل واحد يقدم شويه تنازلات علشان نمشي الدنيا والحاجه. فالميزه في فريمر ان انا بقيت انا الشخصين، فانا عارف الاداه دي الفريم بتاعها او اخرها ايه، وانا اي حاجه عايز اعملها بعرف استخدم التول دي في ان انا انفذها. كمان الفريمر بيديني حاجه اسمها ماركت بليس، ودي ممكن فيجما يكون يحاول يبنيها في الفتره الجايه، ولكن هي من النقط القويه جدا ان في خلال السنتين اللي فاتوا او الثلاث سنين اللي فاتوا الناس كانت بتبني على فريمر وبتبلش الويب سايتس بتاعتها. فبيبقى عندي اكزامبلز كتيره لحاجات اعرف اخدها واستخدمها، او اشوف اتعملت ازاي. ومن ده يعني هو بنسميه ريفرس انجينيرنج، ان انا اعكسها احاول افكها خالص، اعرف ازاي اتركبت واعرف اعمل حاجه شبيهه او اعرف اعمل حاجه في الفانكشناليتي قريبه منها. ففريمر في الحته دي ممتاز جدا. زائد ان هو بيخلي الانترفيس بتاعت ان انا اظبط الاس اي او الهوستنج بيبقى عليه، او ان انا مثلا ابتدي الايكون اللي بتطلع اللي اسمها الفيفيكون اللي بتطلع في التايتل من فوق، او اسم الويب سايت، او الداتا اللي بتطلع على الويب سايت لما اعمل له سيرش على جوجل. كل دي فيلدز بيبقى سهل عندي ان انا املاها، مش بتحتاج اي تكنيكال باك جراوند. ممتاز جدا. يعني ده ممكن نقول ان هو
يعني لو انا ديزاينر على فريمر، محتاج الاول اعرف الليميتيشن بتاعت فريمر، وايه الويدجتس المتاحه، وايه اللي ممكن الكلاينت يطلبه مني، واعرف اقدر اقول اوافق. انت لو عايز كونتاكت فورم انا اقدر انفذها لك، لو عايز ادفانسد كونتاكت فورم وليكن مثلا عرض مشتريات، لا ده مش متاح على فريمر مثلا يعني. فلازم قبل ما انا اقول ان انا هقدر يا كلاينت ان انا ابيع لك الديزاين ده او اعمل لك الموقع بتاعك، لازم الاول اعرف الليميتيشن بتاعت فريمر، اذاكره كويس عشان اقدر اعمل ديل كويسه. وده اللي هيفرق بين الجونيور فريمر والجونيور والسينيور في فريمر. واضح ان ده هيحصل قدام وهيكون مطلوب بشكل او باخر يعني. اكيد ومليون في المية ان انا اعمل كونسلتيشن مع كلاينت وافهم احتياجاته بالظبط، علشان ما اتفقش على حاجة والاقي ان الاداة مش بتنفذها. دي نقطة مهمة جدا، فانا لازم افهم الويب سايت اللي بعمله ده الهدف منه ايه الاول، بناء عليه اقرر هاخده على فريمر. لو كلاينت ده عايز شكل معين، ستايل معين، ومحدد في حاجات معينة، اعرف من خلالها يبقى هي دي احسن اداة استخدمها واعرف انفذها عليها على طول. ممتاز. احنا عارفين ان انت شاطر في التفاوض مع العملاء، فكنت عايز برضه اسالك سؤال كده اعتراضي. لو انت جالك طلب من العميل وشايف ان هو صعب او مش موجود في فريمر وفي ليميتيشن ان انت تنفذه، ازاي بتقنع العميل بوجهة بديله او بحاجه بديله، وفي نفس الوقت برضه ما يخسرش هو الفاليو؟ اكيد. انا بالنسبه لي هو الموضوع ما بيبقاش اقناع، هي التركايه فيها مش ان انا اقنع ابيع للعميل. ودي كانت من الحاجات اللي انا اتعلمتها زمان من واحد من المنتورز اللي كنت شغال معاهم، هو كان سيلزي اكتر. ولكن لما كنا بنساله طب انت ازاي بتوصل ان انت تقفل البروجكت او ان انت تتفق يعني وتشتغل عليه، الهدف ان انا زي دكتور استشاري كده. يعني انا قاعد مع واحد قدامي وباخد الامراض واعرف التفاصيل واللي هو نفسه فيه والمشكله اللي عنده في البيزنس دلوقتي بسبب الموقع اللي عنده، ومنه اعرف افصل له الحل واقترحه عليه. انا مش بحاول دايما ازقه على فريمر. انا لما بلاقي برودكت فيت، الاقي ان هو ده التول الامثل، بقنع العميل ساعتها بيه، ببتدي ابيع فريمر، اقول له لا ده هيديك كذا وكذا وكذا ودول هيعالجوا المشكله اللي عندك. لكن لما يكون مفيش فيت ما بين الاتنين، بحاول دايما اقول له لا الاداه دي او ان احنا نعمل حاجه بالطريقه دي مش هتبقى احسن حاجه. فدايما بعكسه على الراوت الطبيعي، اقول له هعمل لك ديزاين على فيجما هيبقى ممتاز جدا وبيرفلكت كل حاجه، بس انت هتحتاج تعمل ده كاستم كود، لان انت اللي انت عايزه ادفانسد اكتر من ان فريمر يعمله كفانكشناليتي في الباك جراوند. وبدي له هيلب. يعني انت شايف، اتفضل. الله يحفظك، يعني انت شايف ان من الشطاره كفريلانس ان انت تبقى عارف حدودك فين، ومش لازم اي بروجكت يتعرض عليك توافق وتقول لا بعدين ابقى اشوف هعمله ازاي. لا، انت تبقى عارف ان انت هتعمله 100% 200% قبل ما تقبله، عشان ان انت سمعتك تفضل في ازدياد ان انت شاطر. لكن انك تاخد الحاجه وتقول نبقى نشوفها هتحصل ازاي، ده ممكن يكون يعني اكيد اتجاه مش افضل حاجه، لان في ناس كتير بتعمل كده. جونيور يقول لك طب احنا ناخد الويب سايت نعمل الديل وبعدين نشوف هنعمله ازاي. فطبعا دي طريقه ما اظنش ان هي افضل شيء. طيب ننتقل، عندك تعليق على الجزئيه دي طيب ولا؟ هي هتعطل في الاخر. يعني لو الواحد مشي بالمنتاليتي بتاعت هاخد الحاجه وبعد كده اعرف هتعمل ازاي، هيقعد في البروجكت ده في الوقت اللي كان ممكن يقعده في بروجكت مظبوط او هو عارف حدوده فيه عامله ازاي. فالاحسن لا، اخد الحاجه اللي عارفها وفاهمها، وما وسعش الدنيا على نفسي في الحاجه اللي مش فاهمها لحد ما اتملك الحته اللي انا بعملها. بالظبط، عشان ما يجيش بعد كده يبقى هو لو اتفق على حاجه لمده شهر ونفذها في شهرين، فانت حتى لو خدت بادجت كويسه لان انت عندك شهر خساره اصلا. بالظبط. فلازم تبقى انت فاهم الامر، ما هواش بس مجرد ماديات. دايما التايم لاين بتاعك لو انت كسرته في تسليم البروجكت بتاعك، فانت حاليا في مرحله خساره او بتقلل المكسب بتاعك لحد مرحله معينه، فانت فعليا بتخسر. اوكي. طيب ننتقل اللي بعده. هل يمكن للمصمم اطلاق موقع كامل دون الحاجه الى كود؟ اظن انت جاوبتها ضمنيا، بس ناكد برضو على المعلومه دي، اتفضل. ده اكيد، واي نوع ويب سايت عامه. يعني دلوقتي اقدر من خلال اداه معينه اوصل للنتيجه دي. هي الفكره ان انا اعرف الحيثيات بتاعت الموقع اللي عايز اعمله بالظبط عشان اختار الاداه الصح ليه. بس ولكن في ادوات كتيره جدا النو كود او اللو كود زي ما بيسموها. بيبقى ممكن تستخدم كود لو عايز، او لو عندك باك جراوند، او لو في ديفلوبر في البروجكت زي شوبيفاي وزي ووردبريس والحاجات دي. ولكن ممكن برضو تطلع بالنتيجه اللي انت عايزها بدون استخدام اي كود. فهي الفكره في اللي انت عايز توصل له في الاخر. ممتاز. طيب المحور الرابع عن أمثلة المشاريع تم إنشائها عبر فريمر
فمن وجهة نظرك ما سرعة إنجاز موقع ام في بي على فريمر مقارنة بفيجما؟ تمام. بالنسبه ان انا اعمل المقصود بكلمه ام في بي هنا ايه؟ هل ان انا اعمل سامبل، اوري سامبل للشخص اه والهدف؟ بالظبط، اللي هو مشروع يعني بسيط، اللي هو في كلاينت عايز يطلق مشروع، فهو يبدأ بالبيزك بتاعه، ستارت اب يعني مثلا، فعايز الحد الأدنى انك تطلع مشروع توريه له ان انت تقدر يقدروا هم يكملوا المشروع بتاعهم يعني. اتفضل. بالنسبه لاغلب المشاريع ما بيبقاش محتاج مني ان انا اعمل له برودكت معين، هو محتاج لاندنج بيج. لاندنج بيج دي بتبقى بتشرح البيزنس نفسه، بيبقى فيها بنفيت سيكشن بيشرح المميزات اللي في البيزنس ده، وباخد مثلا الايميل بتاع الشخص او باخد معلومات عنه. فانا محتاج حاجه فانكشنال في الحاله دي، او محتاج حاجه هديها للكلاينت ده، وهو ما يحتاجش يروح لديفلوبر بعدي او ان هو يروح يبلد في حته معينه. ففيجما هيبقى مش كواليفايد ان هو يأدي الغرض ده في الحاله دي. فريمر هو اللي هيبقى احسن لو انا عايز اعمل لاندنج بيج سريعه للشخص ده يستخدمها في ان هو مثلا يجيب داتا او يجيب كلاينتس جداد ويدخلهم على البيزنس بتاعه في البدايه. لو بتكلم على برودكت، لو بتكلم مثلا على الكلاينت ده عنده فكره ابلكيشن بيعمل واحد اتنين تلاته، وعايز حاجه فانكشنال او بروتوتايب سريع يقدر يوريه للانفسترز ويوريه للكلاينتس بتوعه وياخد من عليه فيدباك، في الحاله دي فيجما هو اللي بيكسب. لان اقدر من عليه باستخدام الديزاين اعمل حاجه واخليها بروتوتايب يوضح الفكره كامله، اليوزر فلو بتاعي كامل. ومش بيبقى published، مش بيبقى functional، ولكن هيعرف يبني عليه بعد كده ان هو ياخده ويديفلوبه او يبتدي يكبر في الاكسبيرينس والام في بي يبقى اكبر من كده كمان. ممتاز. ممكن ساعتها في الحالة بتاعت الكيس دي ممكن ام في بي او بي او سي، بروف اوف كونسبت، وات ايفر. فهو لو الكلاينت عايز يوري حاجة سريعة، او انا حتى عايز اوري له حاجة سريعة، ساعتها الاسرع في الوقت الحالي هو فريمر مش فيجما، صح كده؟ لو عايز يوري برودكت سريع هيبقى فيجما مش فريم. هيبقى فيجما كديزاين. علشان ما هو ده لو هو مش عايز فانكشناليتي. لو هو عايز ولو فانكشناليتي عايز فانكشناليتي بالظبط هيروح على فريمر، بس هيبقى ليميتد باللي اتكلمنا عليه في الاول ان هو هيعرف ياخد بس وياخد الداتا بتاعت الناس. اوكي، يعني ممكن نقول ان فريمر بياخدك نيكست مايل ستون، ان هو كانه لايف بروجكت فيه شويه كونديشنز مور ادفانس، فيه مور تمبلتس. في الوضع الحالي هو شويه في امور اكتر من فيجما، صح كده؟ كتير. فيجما لسه ما فيش كوميونتي، ممكن يكون في كذا سامبل ويب سايت تتحط اونلاين، واكيد هيبقى فيه قدام في الفتره الجايه، ولكن محتاجين دايما نفتكر ان فيجما اعلنوا عن فيجما سايتس، ولكن اهم اتنين فيتشرز في حته فيجما سايتس لسه ما نزلوش. الحته بتاعت السي ام اس هي لسه مش published، والجزء بتاع فيجما ميك اللي هيخلينا نعرف بقى نعمل كاستم كود انتراكشنز وكومبوننتس جديده عن طريق ان انا برومت اي اي، دي برضو لسه مش published. الاتنين دول لما يبقوا موجودين ممكن الحوار يبتدي يختلف لما نختبرهم ونتأكد من كده. هو انا جربت فيجما ميك، وهو عامل زي في زيرو، وعامل زي تولز كتيره زي كلود وات ايفر الاسم يعني، وشايف ان هو مم. برضه في النهايه لسه مش ماتيور انف، ما هوش ناضج بالشكل الكافي. لان بعد ما عمل الكود برضه ما كانش سهل ان يبقى رن، ما كانش سهل ان هو يكون ديبلويد يعني. فهو فيجما ميك اوكي، شاطر جدا يكتب كود، وشاطر يعمل لك ستراكشر، ويديك يو اي برضه، لكن لسه برضه مش فاينلايزد، ما هواش ممكن نقول ستيبل زي فريمر في جزئيه انك تطلع حاجه شغاله بشكل كامل. فيجما ميك ادفانس على فكره بيطلع حاجات برمجيه بشكل كامل، لكن لسه مش هقول لك مم. ان بيديك الحاجات البرمجيه يعني 100% صح، لا بيوصل 80%. ولو فضل بالطريقه دي فاي ثينك انه ممكن يتخطى فريمر قريب، لانه هيعمل مور فانكشناليتي بيزد ان برومبت. فلسه هنشوف الموضوع ده ماشي ازاي. طيب، نروح للسؤال اللي بعده: هل يمكن عليها عرض يعني ولا هتبقى دي امير يسري على الخط؟ اهلا كود وسهلا. واحدة زيادة عليهم برضو؟ تاني معلش يا امير. مم. امير بتسأل ولا؟ الاكسباير. أظن هو أمر معلش. غلط. اوكي. طيب، تاني يا يوسف: هل يمكن عرض مثال عملي لموقع تم تصميمه على فيجما واخر على فريمر؟ عندك سامبلز لحاجه زي كده؟ أكيد. يعني لحظة. اسيب ليك الشير، اتفضل. اوكي.
لو شايفين معايا السكرين كده هنا، خلاص. دي ويب سايتس ببلش دلوقتي. ايوه واضح. افتحهم من الدومين على طول. في آه، عندك مسج اي ثينك، اتفضل. شايفيني كده تمام؟ ممتاز. اوكي، مثلا ده كان ويب سايت لكلاينت يو اس بيست، بس اللي كان هو محتاجه ان هو كان عايز مجرد ان انا اعرض له بيانات عن البيزنس بتاعه، وبعدها ابتدي اعمل له حاجه اسمها كارير بيج، او ان الناس تقدر تبتدي تابلاي على الجوبز. فطبعا الاستراكشر بتاع الويب سايت انتراكتيف، في انيميشنز شويه في كل جزء، وفي الانترنس والاكزit بتاع كل سيكشن. بعد كده لما بدخل على الكول تو اكشن، يبقى عندي بيج كاستمد عنده لحته الناس اللي كنا اتكلمنا عليها. فمعروض فيها مثلا مختلف وظائف مختلفه هنا. هو بيقدر يملاها من الباك اند عنده في حته الداشبورد البسيطة اللي اتكلمنا عليها. فبيدخل يملى نوع الوظيفة، التايتل بتاعها، الديسكريبشن اللي فيها لو دخلنا على واحدة منهم، الاباوت، responsibilities. كل دي بالنسبة له بيبقى تكست انبوت، ما بيتعاملش مع الويب سايت بيلدر خالص. وبعد ما بيملى كل الداتا، حاطط فورم دلوقتي امبيدد شغاله اوتوماتيكلي، الناس بتقدر من خلالها تبتدي تملى البيانات ستيب باي ستيب امبيدد في البيج بتاعته، ويقدر يقلب ما بين الوظائف وينافيجيت في الويب سايت بتاعه. فده اكزامبل لويب سايت سيمبل علشان غرض معين. ممكن بقى ندخل في حاجه معقده اكتر، ان انا اكون بعمل كومباني بورتفوليو او بروفايل. ففي الحته دي ابتدى ان كلاينت يبقى عنده برودكتس مختلفه، آه، طبعا بديزاين لانجويج ماشيه مع البراندنج بتاعه. عايز يعمل كاتيجوريز ما بين كذا برودكت عنده، فعنده الكتريكال، كونستراكشن، كل ده مبني على سي ام اس. فلو دخلت على برودكتس بتاعت الالكتريكال هتلاقي ان موجود فيها ليست بكل البرودكتس اللي عنده. وفي السي ام اس ده لو دخلت على برودكت هلاقي جوه البيج في ايمجز، الايمجري بتاعته، ولو في تكست ديسكريبشن برضو محطوط. واخد سنه بس عشان لود عشان بنشوف وكده. فده ويب سايت فانكشناليتي. وطبعا ده بقى بيبتدي يديني ability اكتر، مثلا ان انا اعمل about us page وابتدي اعمل فيها custom design interactive components. فالحاجات دي بتبقى اسهل بكتير ان انا اعملها من خلال فريمر، علشان بتبقى implemented وفانكشن على طول مجرد ما كليك على الببلش بutton. اكزامبل برضو بعد الويب سايت ده ندخل عليه، اللي هو ايثن ديورن. ده كان بيزد باختيار العميل على تمبلت معينة، ولكن ريديزايند كومبليتلي علشان تمشي مع البراند بتاعته. فدي صفحة بورتفوليو شخصي لشخص بتتكلم عنه بالاباوت مي ديسكريبشن، الباك جراوند، بتتكلم عن الاكسبيرينس. فكل الكومبوننتس تاني انتراكتيف الى حد كبير، فبيديني افكت كده ان البيج لايفلي بتحصل، وسكرول انيميشن موجود معايا. طبعا كل الانيميشنز دي بسيطة جدا وسهل ان انا آه، اعملها سواء فروم سكراتش، او ان انا بول من اونلاين ريسورس وابتدي استخدمها. فزي ما انتم شايفين الويب سايت كله بتحسه عايش كده، كل سيكشن بعدي عليه، كل جزء بيبتدي يتحرك معايا او يعمل سم سلايد انيميشن. حتى لما هوفر على الحته بتاعت البلوجز بتبتدي تبقى انتراكتيف. فخليني مثلا افتح بلوج منهم، بيسك جدا وبسيطه علشان تعرض التكست، وده طبعا بيساعده في الاي سي او بتاعه، فبتبقى حاجه مفيده بالنسبه له. آه، ده اول ان اول مثلا شويه اكزامبلز الويب سايتس. طبعا الويب سايت ده لما اتعمل مبدئيا كان معمول على فريمر، على فيجما سوري. فخلينا اجيب الديزاين بتاعه. الميزه الاكبر في الويب سايتس دي بتبقى ان انا اقدر اعمل الريسبونسيف فيو على طول، يبقى بكل سهوله عندي. بعد ما ابتدي ابيلد البيجز ادخل اديت كام اديت، لو في اي مشاكل عندي او اي حاجه اقدر اتعامل معاها. وبعدها الويب سايت بتاعي بيبقى لايف وبيبقى فانكشنال على الموبايل، على التابلت، على الديسكتوب، على اي شاشه واي حجم سكرين اقدر استخدمه. فمثلا الويب سايت ده طبعا حصل فيه شويه تعديلات. مثلا الويب سايت ده الديزاين بتاعه على فيجما مبدئي، واللي استخدمته علشان ابول اسيتس واخد منه شويه ايتمز وحاجات. والديزاين برضو اقدر يعني مثلا السكشن ده وانس اتس جروب اعرف اخده على فريمر وابتدي اتعامل معاه هناك وانيميت الاجزاء اللي بتانيميت معايا وحاجات زي كده. ولكن كل البيلد كنت عاملها على فيجما في الاول. طبعا بوجود فيجما سايتس ده هيبقى اسهل ان انا من غير ما احتاج حتى مايجريت سيكشنز
مع ان هي كوبي بيست واخدها على فريمر، ممكن اعمل ده على فيجما سايتس زي ما بعملها دلوقتي على فريمر بالظبط. ولكن كل السكشنز عندي بيلت بالطريقه بتاعتها، وما احتاجتش حتى ان انا اعمل موبايل فيو من الويب ديزاين ده او من الويب سايت ده. انا عملت الموبايل فيو على فريمر على طول، بان انا عملت شويه موديفيكيشنز لكل سكشن من دول. فده اكزامبل مثلا سريع ل ويب سايت اتعمل على فكره على فريمر، والكومباريزن ما بين الاثنين. الاختلاف ما بين فيجما وفريمر دلوقتي في ان انا اقدر اعمل حاجه، هو ان انا هعرف ابلش على فيجما ولكن هبقى ليميتد ان انا ما عنديش سي ام اس. ولكن على فريمر دلوقتي التول جاهزه وكامله، فاقدر ابلش واقدر استخدمها بكل سهوله ما فيهاش اي مشاكل. هو انا مستمتع جدا بالشير اللي انت عملته صراحه، لان الجزئيه بتاعت ان احنا نبيلد يعني ويب سايت من خلال ديزاين تول اللي هي فريمر، هو يمكن اكتر حاجه شد انتباهنا لحاجه زي كده. انا يعني ما كنتش مركز عليها قوي، لكن مؤخرا فتحت فريمر، شيكت عليه، شفت السي ام اس، شفت كام فيديو بيتكلموا عنه، فلقيت الحاجه يعني صراحه وصلنا لمستوى يعني ذكي جدا جدا وادفانس جدا. يعني فعلا عفوا الفريلانس الاول كان لازم يعرف شويه اساسيات عن الكودينج عشان يقدر يطلع ويب سايت، وكان في الغالب بيبقى عنده قصور يا اما في الديزاين يا اما قصور في الديفلوبمنت. لكن حاليا هو هيكون مور ادفانس او هيكون بروفيشنال في الديزاين، وكده كده مش شايل هم الفانكشن بشكل او باخر. وشكرا بجد على السامبلز اللي انت عرضتها، يعني اكتر مما كنا نتوقع صراحه يعني. بس كنا حابين نشوف اذا كنا حابين نوري للشباب امكانيه ان احنا نشوف السي ام اس بيتم ازاي، او لو في عندك ستايل شيت او مش ستايل شيت عفوا، جوجل شيت او وات ايفر اكسل شيت، بنضيف فيه الداتا، بنضيف فيه صور. عايز اشوف يعني طريقه الكنترول. لو انت عندك حاجه سامبل نشوفها مع بعض، لو مش متاحه عادي ممكن نروح ل... لسلايد تانية ونبقى نشاور بعدين مع الشباب ان شاء الله. ممكن افتح ويب سايت من اللي احنا كنا شايفينهم دلوقتي عادي، مفيش مشكله، على يا فريمر ريت والله. عليه. الجزئيه بس بتاعت السي ام اس، لان شفت فيديو مره كان بيعمل وليكن مثلا عندك اكورديون، فهو بيعمل بس وان اكورديون ديزاين، وبعدين بيريبيت بشكل او باخر، بيكرر العنصر يعني على حسب الداتا. فالجزئيه دي برضو محتاج ان احنا نشوفها بشكل عملي، بس ما ياخدش منك وقت. لو الموضوع هيطول مش لازم، ممكن ننتقل لحاجه تانية. لا اكيد هي جاهزه دلوقتي، ممكن اشير سكرين. اوكي اتفضل. تمام. تمام، انا عندي مثلا ويب سايت زي ده اللي احنا لسه شايفينه من شويه، كان فيه يعتبر هو على فكره ويب سايت سيمبل جدا، يعني ما فيهوش اي بيجز غير بيجز شخصيه والبلوج سكشن. لما بكون على فريمر عندي وابتدي اتعامل مع الفيلدز اللي فيه، هتلاقي فوق هنا على الشمال زي ما احنا شايفين في الجزء بتاع السي ام اس. سواء بقى انا عملت له اد او لا، بس لما ندخل على السي ام اس ده بيبقى الانترفيس بتاعي، وده المكان اللي لو انا عندي كلاينت وعايز ياد بقى بلوكس او يكتب اي حاجه بيملاه في الحته دي. فمثلا انا عندي الفيلد ده انا بقدر اديت عليه من ان انا اديت فيلدز، فبختار كل الفيلدز الموجوده عندي. مثلا هتلاقي انا مختار تايتل، السلاج ده اللي هو اليو ار ال الاكستنشن اللي في اليو ار ال، يبان على الهوم سكرين ولا على الهوم بيج ولا لا، ده معمول له توجل. الديت اللي هو معمول فيه الكاتيجوري، طبعا دي كلها مجرد فيلدز انا بختار ان هي تبقى موجوده في السي ام اس جروب ده ولا لا، او البلوك دي. وبعد كده لما بختار الفيلدز بتاعتي بدخل على البيج، ابتدي املى الفيلدز اللي انا اخترتها دي لكل ارتكل او لكل بلوج من اللي انا عملتهم. فمثلا في الارتكل دي محطوط عندي تايتل، محطوط السلوج بتاعها ان هي تطلع في الهوم بيج، الديت والكاتيجوري، الايمج بتاعتي والتكست فيلد، ولو كنت عايز احط كونتنت اكتر بيبقى موجود. لما بضغط بقى على البلاي هنا بيبان لي شكل الديزاين بتاعي. طبعا ده لما يكون لما بي... سوري، لما بيكون معمول عندي بيبقى باين فيه كل التفاصيل وطالعه المايك يا باشمهندس احمد ايهاب لو سمحت. بعد ما طلعت من الداتا بتاعتي اللي انا حطيتها هنا. طبعا لو دخلت على ارتكل تانية هلاقي برضو المحتوى ابتدى يتغير، التايتل والايمج وكل الكلام ده، وكذلك في كل البيجز دي اوتو جنريتد عندي على الويب سايت. يعني أنا لو على الويب سايت ابتديت اقلب ما بينهم هلاقي ان هم كلهم بقى موجودين، بس انا ما قعدتش اعمل كل بيج، انا كان مجرد ان انا بحط التكست فيلدز عندي من هنا. ديزاين البيج نفسها عندي هنا، يعني انا عندي الصفحه الرئيسيه، ففي صفحه البلوجز اقدر ادخل هنا وابتدي اديت على الديزاين بتاعي، وابتدي اديت على الشكل حتى السي ام اس وهو طالع بيبقى معروض ازاي. يعني الكومبوننت ده معمول كومبوننت الديزاين بتاعه اقدر اديت عليه. وكذلك الصفحه بتاعت البلوج انا بيبقى عندي لينك بس ما بين
تكست فيلد ده مثلا، ومربوط هنا لو شايفين الجنب اللي على اليمين مربوط بالتايتل، فهو مربوط بفاريبل معين اللي هو التايتل اللي انا حاطه وضايفه، فبيأبديت على اساسه. لو انا شلت الربط ده، التكست ده ابتدى يبقى بليس هولدر، فهو خلاص هيبقى في كل السي ام اس ارتكلز بتاعتي التكست ده يعني ما بقاش هايبر لينكد. لكن انا لو جيت هنا وحابب ارجع اعمله، هضغط على الحته دي، هسيت فاريبل، هختار تايتل، هيبتدي يبقى دايناميكلي مربوط بالسي ام اس اللي انا عامله، فلما هقلب من مكان للتاني هيبتدي ابديت معايا. كذلك للصوره، كذلك للباراجراف، هتلاقي كل واحد فيهم مربوط وبيبقى ده باين بالعلامه الزرقاء او اللون الازرق اللي على الفيلد اللي بيبقى مليان فيه، فبيبقى باين بالشكل ده. ده كده تمام ولا حابين نشوف اكزامبل تاني؟ انا معاكم عامة. هو يعني احنا ساكتين عشان منبهرين، لان انا فاكر لما انت قلت ان هو هيكون ستايل شيت، او عفوا كالعاده بقول ستايل شيت، اللي هو زي اكسل شيت او حاجه زي كده، توقعت اكسل شيت فعليا. لكن لما انت فتحت السي ام اس، لا، اقرب للسي ام اس، بل حتى ان هو كديزاين يعني هقول لك احسن من وورد بريس، يعني هو لطيف جدا جدا. فاي ثينك كلاينت هيبقى عنده ما عندوش مشكله انه يشتغل عليه، وكديزاينر هتبقى مبسوط انك تشتغل عليه. يعني هو عمل الامور البرمجيه حولها فيجوال، فالامر بقى ممتع حتى للمصمم وهو شغال بيكتب صم داتا بشكل او باخر يعني. فدي حاجات ادفانس وحاجات مبهره جدا جدا يعني صراحه. وفرص فاتحه فرص كبيره جدا لاي حد فريلانس معاه بس جاست كونكشن سرعه 500 كيلو يقدر يطلع ويب سايت. فحاجه عظيمه جدا. شكرا يوسف على مشاركه حاجه زي كده. وخلينا ننتقل للسؤال الثاني عشان ما نضيعش وقتك اكتر من كده. ف او ما ناخدش من وقتك كتير يعني. المحور الخامس: مقارنه تجربه الاستخدام والتكامل مع ادوات كويب فلو او جيت هاب او وات ايفر، اي تول هي بتتكامل معاه، سواء كان فيجما او فريمر. فهل يمكن عرض مثال عمل الموقع؟ احنا عملنا ده، احنا بنرجع ولا ايه؟ طيب. كيف ترى تكامل فريمر او فيجما مع ادوات زي جيت هاب وويب فلو؟ معلش، سوري، ايه تاني؟ انا ما كنتش مشير. اه كنت مشير. طيب، كيف ترى تكامل فريمر او فيجما مع ادوات مثل جيت هاب وويب فلو؟ تمام. هو ويب فلو يعتبر كومباتيتور مع فريمر، يعني هو ويب فلو هو اللي بدأها، هو اول أداة بدأت عامة في المجال بتاع ان احنا نبسط الديفلوبمنت ونديها للديزاينر يشتغل عليها. بصراحة بالنسبة لي ويب فلو يعتبر أداة معقدة شوية زيادة على اللي هي عايزة تعمله. يعني فريمر الانوفيشن أو الحاجة اللي هم مبهرة إن هم بسطوا الموضوع جدا لدرجة إن أنا أعرف أطلع نفس النتيجة على فريمر اللي عاملها على ويب فلو، بس بكواليتي أو بمعنى صح بسهولة أعلى بكتير من شخص ممكن يكون ما عندوش اكسبيرينس كبيرة في حتة الويب ديزاين والويب ديفلوبمنت عامة. ده زائد ان ويب فلو يعتبر ادفانسد قوي، ان هو بيحتاج تيمز تشتغل عليه علشان الويب سايت بيبقى معقد اكتر ان احنا نبتدي نطور عليه ونبني عليه. يعني احنا ممكن نقول ان الويب فلو ما هوش مناسب للجونيور، ولا لا مناسب عادي بس محتاج ليرن كيرف اكبر؟ الليرن كيرف بتاعه اكبر واطول، وعلشان اعرف اطلع بروجكت من اول، يعني لو انا عايز اعمل حاجه فريلانس، فريمر اسهل لي واحسن لي من ويب فلو، بطلع نفس النتيجه في الاخر للكلاينت بتاعي. آه بس وطبعا ويب فلو على من حيث الفانكشن هو مور ادفانس، يعني يقدر يخدم في امور اكبر من كده، صح ولا لا؟ ده بنسبة كبيرة، لأن ويب فلو أقدر أكونكت عليه سيرفر يقدر يهوست في حتة تانية غير ويب فلو، وأقدر أكسبورت منه اللي أنا عملته. فريمر ما مش بيديني الحاجات دي، إن أنا أقدر أكونكته في حاجة بره. فريمر هو الهوست، وهو اللي بعرف يعني ما بطلعش منه اكسبورت للديزاين، هو بيبقى مكانه على فريمر وهو اللي بيهوست الحاجة دي، فبيبقى ممتاز. يهمني اكتر. ولكن ده بيسبب ان انا بيبقى اسهل لي كل حاجه. يعني نتخيل مثلا ديزاينر دلوقتي جونيور عايز يمانج حته الهوستنج والسبيدز، وان هو يعمل لود سبيد كويس للويب سايت، ان هو اصلا يقدر يغير في حاجه زي كده، ومحتاج ان هو يتعامل فيها ويكونكت ويختار فيتشر، يختار سوفت وير ويبتدي يريكومنده على كلاينت، وهكذا. تعقيد كتير جدا على المرحله اللي هو عايز يعملها او المرحله اللي هو فيها واللي هو عايز يوصل له. فالاحسن بكتير ان انا استخدم تول تكون بتجاوب على كل الاسئله اللي انا مش محتاج اجاوب عليها، وبتديني الحاجه بس اللي انا عندي خبره فيها وعندي مهاره اعرف استخدمها فيها. فعشان كده تمام. بقى مميز. الانتج يعني سوري اقطعك في الحته دي، بس الانتجريشن الاقوى بيبقى ما بين فيجما وفريمر حاليا، ان انا اقدر الديزاين على فيجما زي ما شفنا، واخد الديزاين ده احطه على فريمر كوبي بيست،
وبعد كده اعمل الريسبونسيف فيو بتاعه. يعني انا لو في بدايه طريقي يفضل ابدا فيجما او فريمر، افهم الدنيا ماشيه ازاي، اتعرف على الميزه هنا او الميزه هنا او وات ايفر، حتى لو هبدا في واحده بس. وبعد ما اكون ستيبل وفهمت الموضوع ابدا اتعرف على ويب فلو اذا حبيت ان انا اسكيل ماي سكيلز. صح كده الكلام؟ ممكن نقول صح كده. كده ولا؟ مظبوط. وبس ده لو انا عايز ادخل في ويب سايتس بعيدا عن الثلاث انواع اللي احنا اتكلمنا عليهم. اوكي، يعني واضح. عند اي نوع ويب سايت انا عايز اعمله. ممتاز. طيب ننتقل للمحور السادس، نصائح عملية من يوسف للانتقال من فيجما إلى فريمر، أو الجمع بينهما، أو العكس من فريمر لفيجما. فخلينا نقول إيه هي النصائح اللي تنصح بيها المصممين المبتدئين في اختيار الأداة الأنسب لو هو هيدخل في مجال الفريلانسنج وعايز إن هو يتعامل مع كلاينتس. هنعرف الاول، واول سؤال هنحتاج نجاوب عليه هو الكلاينت ده عايز ايه. لو هو عايز حاجه تطلع لايف هنبص على فريمر. لو هو عايز الديزاين بتاعه سواء كان لبرودكت او لويب سايت، يعني في كلاينت بيبقى عايز الويب سايت كديزاين مش عايزه ببلشد، هو هياخده ويديه لديفلوبر او عنده ديفلوبمنت تيم، او هي اصلا ايجنسي فيها ديفلوبرز وعايزين حد يعمل لهم الديزاين. فساعتها هعمله له على فيجما لانه هيعرف ساعتها يبيلد الديزاين ده. لو هو حد كلاينت محتاج الويب سايت يبقى لايف يأدي غرض معين من الاغراض اللي احنا اتكلمنا عليها، هبتدي اشتغل على طول على فريمر وهي دي الاداة اللي هتعامل بيها. طب لو انا هبدأ بقى في الأداة دي او الأداة دي وهشتغل عليها، ايه الحاجة اللي هتساعدني ان انا اخد خطوات سريعة او خطوات كتيرة في وقت قليل وفي اسرع وقت بالنسبة لي؟ هو ان انا اريفرس انجينير حاجات كتير. يعني لو انا هستخدم على فريمر، هبتدي ادخل على الماركت بليس، الويب سايتس اللي عليه، واد او اعمل كوبي يعني لاكبر كميه من التمبلتس او الويب سايتس اللي اوريدي دان ممكنه، وابتدي ادخل اقلب في كل حد واحد فيهم واحاول اديت عليه واتعامل معاه، بحيث ان انا ممكن اللي هياخد مني وقت طويل ان انا اتفرج على كورس كامل من اوله لاخره عشان اعرف اعمله او عشان اعرف اطلع لاندنج بيج واحده، لما بيبقى قدامي واحده اوريدي معموله وكامله وانا ببتدي اغير فيها حاجات بعرف بالظبط كل فيلدز او كل حاجه انا عايز اعملها بتتعمل إزاي. وده بيختصر وقت اطول بكتير، وبيفتح لي باب في الابداع بتاعي انا كديزاينر او كمصمم ان انا اعرف اعمل حاجات ممكن اكون ما كانتش هتيجي في دماغي من غير ما اعمل ده. فالتغذيه البصريه وان انا ريفرس انجينير حاجات موجوده من اكتر الحاجات اللي هتسرع التراك بتاعي. تمام. يعني انا افهم من كلامك كده، لان دي بالنسبه لي مفاجاه شويه. افهم من كلامك ان اصلا فيجما ويب سايتس مش بيطلع لايف ويب سايت. تقريبا ده اللي انا فهمته من كلامك في اول اجابتك، انا عطلت عندها شويه اصلا. فاتفضل. سوري، فيجما ويب سايتس مش بيطلع ويب سايتس، هو بيطلع فيجما سايتس بيطلع دلوقتي. ولكن لو انا محتاج سي ام اس، محتاج حاجه ماتشور، حاجه موثوقه والناس بتستخدمها وستاندرد في الماركت، انا هفضل ارجع لفريمر دلوقتي لحد اما فيجما سايتس تبقى آه. الفيتشرز اللي فيها ببلش. اوكي. يعني انت عايز تقول ان هو لسه فيجما بيحاول ان هو ينافس بشكل او باخر، لكن في المرحله دي لو انت بتختار كديزاينر وعايز تبيع حاجه كواليتي وضامن ان هي تناسب الكلاينت وعندك فلكسبيليتي عليها عاليه، تمام، يبقى ساعتها الكرنت فريمر باعتبار ان هو اللي سابق في الموضوع ده كلام منطقي صح؟ اكيد بنسبه 100%. ممتاز. حاضر يا عبد الله، هنفتح الاسئله بعد شويه بس نخلص مع يوسف المحاور اللي معانا. طيب المحور السابع لسه بتكلم والله يعني اسئله الفجمويه، فممكن نفتح باب الاسئله. في اي اسئله في الشات ولا؟ عبد الله اتفضل يا عبد الله. السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيك الله العافية يحفظك. حبيبي يوسف، وما قصرت ما شاء الله عنك. اهلا بيك، شكرا. ومهندس حسن تشرفنا فيك. أنا الله عبد الله يحفظك. طوالبي، مهندس عبد الله طوالبي من الأردن. اهلا آه بيك. بس في عندي شوية هيك let's get things، خلينا نحكي أكثر حماسية. هلا شوف، أنا بشوف من وجهة نظري إنه فيجما وفريمر أداتين مكملات لبعض. بعيدا عن انه فيجما سايتس ستيل اتس نوت بين تيستد ويل من كل اليوزرز. تمام، صعب انه نحكم. وباي ذا واي فيجما سايتس فيه سي ام اس بس ستيل اتس نوت تيستد، يعني ما بنقدر احنا نحكم قبل ما يكون انه ماتشور انف. الشغله الثانيه
هلا في واحدة من الابديتس اللي صارت مؤخرا بفريمر، شيء اسمه ورك شوب راح تطلع موضوع الويب سايتس لطريقة جدا خرافية. الحلو بفريمر انه اتس مور كرييتيف نسميه. انا بفضل في سوري فيجما هو الاداه التصميم الواجهات المستخدم وادوات المستخدم وحتى تجارب المستخدمين، خصوصا مع انه وجود اللي هي فيج جام. بس فريمر هو انا بعتبره انا لما بدي استعمله كفريلانس بعمل كالاتي: بيجيني شخص بده ويب سايت على سبيل المثال، وخصوصا انا مره عملت مش بس ويب سايت، عملت منيوز لريستورانتس. بعملها كامل على الفيجما، بخلصها. انا بامكاني اختصر مصاري كتير، فلوس كتير، بدل ما اروح على تو ديفلوب ات على ويب سايت. بعملها فيجما، وانس اتس ابروفد بروح على فريمر. فهون انا بختصر شوية وقت وماني، انه تو ويست ماني اند تايم خلينا نحكي. بفيجما بظبط الامور هناك وبعدين بطلع على فريمر. انا هاي تجربتي الشخصية. حتى انا حطيت ويب سايت للريستورانت، انه از اكزامبل هو معمول فريم فيجما، وبعدين طلعته فريمر. هلا بس نرجع للحكي. فريمر in all the cases فريمر وفيجما وويب فلو. صراحة لما نروح احنا على جهة ويب سايت، بناء ويب سايت، لازم يكون يعني حاليا اليو اي يو اكس ديزاينر صراحة لازم يكون عنده سكيلز انه كيف يعمل ديف وفليكس والشغلات هاي اللي احنا بنسميها بلغة الفيجما، اللي هي اوتو لاي اوت والكومبوننتس والشغلات هاي، فقط لا غير. طيب، شكرا مهندس عبد الله على المداخله. توقعت ان عندك سؤال، بس اثريت الجلسه بمعلوماتك الجميله ومداخله مميزه جدا، فشكرا ليك. ننتقل ل مارتن مايكل، تقريبا عنده سؤال. اتفضل. أيوة عندي سؤال. ازيكم يا باشمهندسين؟ الله يحفظك، اتفضل. أنا بس سؤالي أكتر عن الفايب كودينج، وإنه بيطلع ويب سايتس جاهزة وكاملة وشكلها كمان حلو. فأنا مش عارف، يعني لسه أبذل مجهود كمان في إن أنا أكمل تاني في فريمر. أنا اتعلمت شوية كتار يعني، بس مش عارف لسه أكمل أبذل مجهود ولا أركز في حاجات تاني ولا أعمل إيه. طيب، تجاوب يا يوسف ولا؟ اكيد. بص يا مارك، لو انت جاي من باك جراوند ديفلوبمنت وما عندكش اي باك جراوند ديزاين، فالفايب كودينج هي ابروتش مميز جدا عشان تعرف تفلفل الجزء اللي مش عند الشخص. ان انا عايز اقدر ادي برومبت يطلع لي شكل مبدئي كويس وممكن شويه في الفانكشناليتي كويس، بس انا كديفلوبر هعرف ادخل بقى اديت على الريزلت دي واوصلها للنتيجه ال 100% اللي اعرف ابيعها للكلاينت او اعرف اعتمد عليها واستخدمها. ولكن انا لو كديزاينر استخدمت الابروتش ده، لما هبقى ليميتد دايما بالبرومبت بالبوكس اللي قدامي، مش هعرف اديت اي حاجه انا عايز اعملها اديت غير من خلال الكلام اللي هكتبه. ففي الاول وفي الاخر انا عمري ما اثق في الابروتش ده ان انا اعمل منتج واديه للكلاينت بتاعي على اساس ان هو هيأدي الهدف اللي هو عايزه. فعشان كده فريمر هيفضل بالنسبه لي هو الاداه اللي استخدمها عشان اعمل كده. ولكن لو حد جاي من باك جراوند ديفلوبمنت، اكيد يستخدم ابروتش فايب كودنج وبرومبت علشان يطلع نتيجه مبدئيه تختصر عليه وقت ويشتغل بيها، هتبقى احسن من ان هو يستخدم فريمر، لان هي اداه اصلا معموله للديزاينر. هي بتشيل منه الحاجه اللي بتميزه حته الكودينج، وبتدي للديزاينر الادوات اللي هو متعود عليها، فبتخليه هو اللي امباورد او هو اللي يعرف يعمل حاجه مش في اغلب الاحوال بيعرف يعملها. فهو اظن الفايب كودنج بيبقى مميز في الحاله دي عن اي حاله تانية يعني. حلو قوي. بالظبط. ممكن اضيف اضافه برضو يا مارتن. حاليا يفضل يكون اللي بيكتب فايب كودينج، او هو لازم اللي بيكتب فايب كودينج يكون اصلا فاهم كودينج. وعلى فكره مش لازم يكون فاهم، يعني لو عايز حاجه بايثون مش لازم يكون فاهم بايثون، لا، بس هو يكون فاهم الكور بتاع البرمجه، وليكن سي شارب، سي بلس بلس، وات ايفر. الكور اللي هو الصعب ده دلوقتي. بعدين ممكن بس يبقى في كورسات اصلا ومناهج ان الناس تطلع فاهمه كونسبت البرمجه والكونديشنز والاف الس والسويتش والحاجات دي كلها، عشان لما يجي يبرمج يبقى حافظ او عارف
الكيسز والسيناريوز اللي هو محتاج يديها للبرومت عشان يديله احسن فانكشن. لكن لو انت ما عندكش خبره هتفضل تحسن معاه من النهارده لبكره. يعني كان ممكن تعمل الصفحه بنفسك لو بتعملها بالبرومت. لو بتكلم على الكودينج او الفانكشن يعني هتقعد تقول له اعمل لي لوجن، هيعمل لك لوجن. اه طب معلش اعمل لي فاليديشن، عملت لك فاليديشن. طب معلش ما تخليش اليوزر نيم اول حرف منه لتر، عفوا نمبر، خليه لتر. طب ما تخليش سبيسنج. لو انت مش عارف الكونديشنز دي كلها من الاول، اللي هو كان ممكن تديله برومت كامل من الاول يخلصه لك في 5 دقائق البيج دي او اقل من كده بالتاكيد. فممكن تقعد طول النهار عمال تقول له طب زود لي، طب اعمل لي، طب كذا. فلازم الاول تبقى فاهم ديجيتال برودكت الاول هو شغال ازاي. عديت على كيس ستاديز، قعدت تحت منتورز عشان يفيدوك بالطريقه دي. ممكن يكون اصلا في قدام كورسات، واظن في حاليا كورسات خاصه بالبرومت انجينيرنج. واي ثينك انه يكون كمان يفضل تكون في موجهه للبرمجه عشان نفهم اصلا السيناريوز والكور او البيز بتاع الكونديشنز ده بالنسبه للكودينج. طب نرجع لناحيه الديزاين، انت عايز ديزاين وعايز كودينج. طيب ايه اللي بيعمل كده دلوقتي؟ عن تجربه لقيت الفيجما ميك بيعملها بس لسه مش ماتيور انف، بيديك الكودينج وبيديك مع بعض. ففي حاجه لسه مزد لكن هي جايه. فانت لو ديزاينر يعني يفضل تركز على زي ما قال حبيبنا يوسف، ركز على فيجما او فريمر، وركز على الفانكشنز المقبوله، الامور العاديه. لكن مور ادفانس فايب كودينج يبقى انت عايز تعمل حاجه مور ادفانس. انت مش عايز تقف عند موقع تعريفي او بورتفوليو، انت عايز تعمل اي كوميرس وات ايفر. الحاجات دي عايزه عقليه برمجيه وعقليه فاهمه بيزنس اصلا. اللي يكتب برومت صح فاهم بيزنس وفاهم برمجه. اتمنى اكون جاوبتك وما طولتش عليكم. شكرا جدا. الله يحفظك يا مارتن. طيب ننتقل لمهندس كريم احمد، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مهندس كريم. ازي حضرتك؟ الحمد لله، الله يحفظك. والله انا كان عندي سؤال يعني ليه شقين. هو دلوقتي اللي انا فهمته ويعني اتمنى ما يكونش في حاجه وقعت مني، ان انا ممكن اطلع الويب سايت بفريمر، سواء حاجه سيمبل او حاجه فيها زي كنترول بانل او داشبورد بسيطه الكلاينت ممكن يشتغل فيها يعدل فيها داتا او كده. تمام. فالسؤال هنا، هل انا عشان اوصل للنتيجه النهائيه ان انا اطلع ويب سايت بشكل نهائي واقدر اخده واحطه على السيرفر مثلا اللي هو اتش ام ال وسي اس اس، سواء ستاتيك او سواء جزء الديناميك البسيط اللي هو بتاع الكنترول بانل، هل انا محتاج اشترك في حاجه ولا ممكن الكلام ده يبقى كله فري بلان؟ طيب هرجع بس لجزء حته الداشبورد. هو مش ده اللي احنا كنا بنشوفه. هو اللي احنا كنا بنشوفه كان حته البلوجز، وان انا اد كونتنت للسي ام اس اللي هو كونتنت مانجمنت سيستم بتاعي. فهو ده تمام. فريمر بيديهولي. انما مش هيديني مثلا ان انا اعرف يبقى عندي داشبورد لكلاينت يقدر يحط فيها بيانات. عفوا، انا اقصد السي ام اس، بس انا لخبطت في التعبير. مفيش مشكله. تمام. في الحاله دي ده هعرف ابلش على طول على فريمر. علشان استخدم كاستم دومين هحتاج اشترك في البلان بتاعته. ولكن ان لازم اعمل له ببلش عندي فريمر، ما اقدرش اخد الحاجه دي واحطها على سيرفر عندي. لا، دي مش موجوده للاسف. مفيش اي طريقه ان انا اكسبورت الكود من فريمر واطلعه HTML او CSS واقدر استخدمه بعد كده. هو بيبقى البيلد عليه والهوستنج عليه. وده مفهوم من وجهة نظرهم لان هي دي البيزنس موديل بتاعته. هو بيكسب، بيتربح من ان هو الهوستنج وبيديني الاداة اللي ببني بيها. ولكن هو بيكسب من الهوستنج اللي بيدفع كل شهر. ولكن الطريقة اللي ممكن بقى انشر بيها ويبقى فري ومن غير ما اكسبورت الكود هو ان انا ما اوصلش الدومين بتاعي. في الحالة دي بيفضل الويب سايت في الفري بلان، معلهوش اي ليميتيشنز، ولكن بيبقى بالدومين بتاعهم اللي هو بيبقى كلام راندوم كده .framer.com. هي دي الهاك الوحيدة في الحتة دي. يعني انا باختصار كده، طول ما انا شغال مع فريمر فانا يعني بتعبيري كده تحت رحمتهم، دايما حاجتي لازم تبقى عندهم، ما اقدرش اخدها منفصل بيها عنهم. بالظبط. وده اغلب الحال مع اغلب الويب سايت بيلدرز لان هو البيزنس موديل بتاعه بيبقى جاي من هنا. هو مش تمام. بيبقى انه ان انا ابني تصميم يطلع لي منه كود. ولو كان انا ممكن على فيجما الاقي بلجنز بتعمل ده، تطلع لي كود وممكن بعد كده احاول اخليه ريسبونسيف. لكن على فريمر لا، هو بيبقى هوست الويب سايت. البرايسنج بتاعه بيبقى منطقي بالنسبه لاغلب الكلاينتس اللي محتاجين الانواع دي من الويب سايتس، فالموضوع بيبقى منطقي في الاخر. تمام، اشكرك جدا. شكرا يا يوسف، وشكرا اولا للمهندس كريم على السؤال المميز ده. وشكرا يا يوسف انك وضحت في اخر كلامك ان هو البرايس اللي هتدفعه منطقي جدا، بيشيل عنك هيدك انك يبقى عندك هوستنج سواء كان شيرد هوستنج او VPS او سيرفر او وات ايفر. ان انت يبقى عندك صيانه وعندك سبورت مع خدمه العملاء، الداتابيس حصل فيها مشكله، الكودنج فيه مشكله، حصل هاكينج للسيرفر بالكامل، فانت مش شايل هم المشكله دي. انت بتدفع اي ثينك ممكن 10 او $20 يا يوسف ولا؟
ندفع البلانز بتختلف، ولكن لو هندفع على السنة كلها فسعر الشهر ممكن يبدأ من $5، 10، وأظن 15. أو لو هدفع شهر بشهر بيبقى 10، 20، 30، حاجة زي كده. الدفع لازم، ولا لما اجي اهوسته على دومين، اما اجي اقول له انا عايز اعمل كاستم دومين خاص بيا حسن جاد دوت كوم، عايزه يجي من فريمر بس ما يبقاش مكتوب فريمر. لوقت ما كونكت الدومين بس، لحد النقطة دي أنا ممكن أبيلد الويب سايت كله unlimited pages و unlimited space، وأخلص كل الفانكشناليتي، مفيش أي فيتشر بتبقى ممنوع عليا، كل حاجة متاحة. وقت ما ابتدي اكونكت الدومين بحتاج ادفع البلان وقتها. وتسعير اللي هي البلان اللي في النص اللي هي اسمها بيسك تقريبا. آه، او هي البيسك اللي هي اللي في النص دايما بتبقى دي اكتر حاجة منطقية، بتديني لحد 1000 صفحة، بتديني سبيس محترمة. والموضوع ده بيبقى sufficient، عشان كده التسعير بتاعه محترم. ممكن نطلع في التسعير بيديك 1000 صفحه مالتي سايتس ولا جاست وان سايت؟ عذرا عذرا. وان ويب سايت، لازم وان دومين. الوان ويب سايت وان وان. دومين. مش وي كانت هاكت، مش هينفع نحط كذا دومين عليها. آه النقطة المهمة جدا في الحتة دي، وإن فريمر عامة في الجزئية بتاعت إن أنا أبلش أو كده بيديني البراح إن أنا أعرف أبني كل اللي أنا عايزه. بعد كده وقت الببلشنج أقدر والسعر أظن منطقي بنسبة كبيرة بالنسبة لأغلب العملاء يعني. ممتاز جدا. يعني انا كجونيور ممكن اعمل انليمتد ويب سايتس، بس كل الموضوع ان يبقى كذا دوت فريمر مثلا. بالظبط. فعادي ان انا مثلا اعمل ام في بي او بي او سي، او عايز اعمل بورتفوليوز، او حتى في بعض الكلاينتس مش مهتم يحجز دومين اصلا ويكتفي بسمول بادجت. وطبعا لو وي كان امبيدد از اي فريم اي ثينك ممكن تبقى يعني ثغره مش لطيفه يعني، بس اوكي. ممكن نضمن الاي فريم عادي ولا؟ ممكن يتعمل له امباد عادي، بس البوينت اللي باشمهندس حضر عليها في الاول اللي هو حته المنيوز. ما هو انا لما اكون بعمل منيو لريستورانت او منيو لحاجه او كده، مش بحتاج ان هي تكون الدومين باين، لان هو بيبقى غالبا بتعمل سكان لكيو ار كود. فهو يس. ساعتها اليوز ده ممكن استخدمه هو فري عادي. المشكله الوحيده اللي ممتاز. بيبقى بوب اب كده ميد ويب فريمر بتبقى طالعه عليه في كل البيجز. اه يعني هو بيكون براندد تقريبا، بيكون براندد تحت انه ميد باي فريمر او بوب اب صغيره. طول ما انت ما دفعتش فاتس اوكي. لو انت ما عندكش اي مشكله كفريلانس او جونيور اتس اوكي. وده ممكن يقنع يعني في بعض الكلاينت، بس انا طبعا بفضل يعني لو هي $5 والكلاينت هيدفع، واحد عنده بيزنس. انا دايما اقول يا جماعه ايه، دايما اقول ان انت لما تدفع اصلا البلان دي سواء كان على فريمر او وات ايفر البلاتفورم، انت لما تيجي تفكر انت مأجر محل، لو هتأجر محل دلوقتي هتدفع فيه كام؟ يعني ارقام خرافيه. لكن انت تدفع $5 في الشهر ولا $10 لما تجمعها على السنه وتقارن بيه مثلا ستور انت عايز تاجره، لا طبعا خليني اونلاين. ما فيش مقارنه سعريه اصلا. ده ممكن يبقى ب 20,000 في الشهر اصلا الستور، وممكن يبقى اونلاين ب $5. فاديني عقلك يعني. طيب عندنا في اتنين محمد، انا مش عارف حد في محمد بدون اسم تاني. السلام في. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مهندسه هند. آسفة على المقاطعة آسفة على المقاطعة. أهلا باشمهندس يوسف، هي هتبقى وشكرا واسطه، في ناس رفع ايديها حضرتك. بالظبط. أنا عارفة والله، بس أنا عايزة أنوه عن حاجة بس. بس حابة أشكر باشمهندس يوسف على السيشن الرائعة دي، ربنا يبارك فيه يا رب. وفي شوية أسئلة مع الناس اللي رفع إيديها. عندنا سؤال مهم من باشمهندس أسامة الدريني، هو معانا في السيشن. تمام. و مهندس اسامه يعني خلاص احنا كده ممكن نطلع احنا ونسيبه هو يعني أنا عشان يتكلم كده يعني. أنا عشان كده اتدخلت. وكمان في أسئلة، في سؤالين. ازاي نتعلم فريمر؟ يعني هم بيدوروا حوالين نتعلم فريمر منين، او ايه المصادر اللي ممكن تعلمنا الموضوع ده. بس انا اسفه على المقاطعة. لا ده مقاطعة لطيفة يعني، وربنا يبارك فيك. ومهندس أسامة منورنا، نحب نسمع صوتك إذا في إمكانية نسمع حاجات تانية. فرح بعد إذنك. طيب فرح حد بعد الأدمن الكرمان ميوت. طيب السؤال اللي كان بنقول إزاي نتعلم فريمر، طب خلينا نأجله للآخر عشان احنا معانا لسه أسئلة، ومحمد رفع إيديه ومحمد برضو رفع إيديه. فاتفضل يا محمد لحد بس المهندس أسامة يكون افيلبل نسمع صوته. تمام. الله يعطيكم العافية، شكرا كثير على الجلسة والشغلة. الله يحفظك. في عندي اتفضل. سؤال. أنا بشتغل كورد بريس كورد ديزاينر، وانتقلت كيو اي يو اكس. في عندي بس سؤالين. الميزات مثلا إذا أعمل مثلا مالتي لانجويج، أو بدي أعمل ميزة بلوج، هي بتكون مدفوعة ولا بتكون مجانية ضمن فريمر؟
كل حاجه بتبقى مدفوعه وقت الببلش. يعني انا لما هاجي اعمل ببلش هدفع انا بلان، قصدي ولكن المميزات بتاعت اللوكاليزيشن اللي هي المالتي لانجوج دي موجوده انكلودد عادي، اقدر ابتدي اعملها في الاول، ولما اجي ببلش بيبقى تبع البلان بتاعتي. يعني ما فيش اي فيتشر او ميزه معينه بدفع لها زياده، هو بيبقى على الاشتراك الطبيعي بتاعي. ده غير ان ممكن اعمل دوبليكيشن للبيجز واعملها بالعربي او اعملها بالانجليزي او اعملها بلغات تانية، فده برضو مفيهوش مشكله. كل ده بيبقى كفرد في النسخه الفري ان انا اقدر اعمله لحد اما اجي اكونكت الدومين الكاستم بتاعي، ساعتها بضطر ادفع البلان بتاعتي. هل ده بيجاوب على السؤال ولا؟ تمام. بس سؤال تاني سريع، بحسن اعمل كاستمايز كمثل ووردبريس او اي منصه تانية. بحسن في عندي مكان بحسن اضيف كود، يعني في شغلات ما احسنت اعدلها نهائي فبدي اكتبها ككود، او انا بحسن اكتب كود في هالشيء موجود بفريمر. تقدر تعدل كود، مش بتعدل على الكود، بتقدر تضيف كود، بيبقى فيها جزء لكل بيج. تمام. عايز تضيف كاستم سكشن او حاجه زي كده تقدر تعمل ده. وبما ان احنا بنتكلم على ووردبريس، انا معلش هتكلم على ووردبريس سريعا، مش قصدي اي حاجه، بس هي توضيحا لابروتش بتاعي، وده ممكن يبقى مفيد للناس اللي بتبدا او اللي حابه المجال بتاع فريمر او ان هي تعمل ويب سايت. اكبر كميه ويب سايت، برسنتج الاكبر في العالم كلها معموله على ووردبريس وموجوده دلوقتي على ووردبريس. ووردبريس بنسبة كبيرة بيبقى فيه مشاكل لأن ما بيحصلش عليه مينتننس كويسة، أو بيبقى فيه الهيدك أصلا، أو وجع الدماغ بتاع حتة المينتننس دي. فده اللي بيسبب إن أكبر كمية كلاينتس ممكن نتارجتهم ونروح ونلاقي إن هو هيبقى متحمس ويقدر يدفع إن هو يعمل ويب سايت على فريمر، أو إن هو يعمل ريديزاين الويب سايت بتاعه، بيبقوا الويب سايتس اللي على ووردبريس. فانا بعتبر اصلا الناس اللي موجوده، الويب سايتس اللي موجوده على ووردبريس بقى لها 5 سنين و10 سنين وهكذا، هو ده الفرصة اللي موجودة في الماركت، اللي أي حد بيستخدم فريمر أو أي ويب سايت بيلدر تاني يقدر يبتدي يروح لها، لأن بنسبة 99% الأونر اللي عنده الويب سايت ده بيقابله مشاكل، الويب سايت بيقع، ممكن يكون كمان اوت ديتد كشكل وكفانكشناليتي، فبيحتاج اللي هو زي ما تقولوا كده الفيس ليفت يتعمل له، وده ممكن نعمله عن طريق فريمر. فده برضه فاليو بروبوزيشن أو ميزة تنافسية مهمة جدا للناس اللي مهتمة بفريمر والحاجات دي. ممتاز. اتمنى يا محمد يكون الاجابه كده مناسبه بالنسبه لك وكامله. كان في سؤال جالي كده بيقول حاضر يا شباب، في سؤال بيقول ايه افضل كورس ممكن احضره خاص بفريمر؟ ف- من يوسف بقى. مسموح بالاعلانات عادي مش مشكله. تمام، هنتكلم عن حاجتين مبدئيا. الشخص عادي ممكن يدخل يكسبلور في التول ويتعامل عليها، ممكن نستخدم يوتيوب. انا دايما حتى انا عندي بوت كامب يا جماعه وعلى وبيكفر فريمر. بس انا لما اتعلمت اليو اي اكس زمان، اتعلمته من خلال اولا يوتيوب، لان بعتبره المكان الاسهل ان الواحد ياخد المعلومات المبدئيه، ان هو يبقى فاميليار مع التول دي ويفهمها ويتعامل معاها. لو حابين بقى حاجه ان دepth اكتر وكمان انتراكتيف نتكلم فيها مع بعض، ويبقى فيها زي منتورشيب شويه، ده البوت كامب اللي انا بقدمه، وهو بيعتبر لايف. فبنتكلم على فريمر من اول ان احنا ايه هو فريمر، وايه هي الويب سايتس اللي بتتعمل عليه، الماركتنج اسبكت اللي في الموضوع، الويب سايت ده بيبقى عباره عن ايه وبيتعمل ازاي، الديزاين في الموضوع، وكمان فريمر كتول والبيلد عليها. وبنطلع في خلال الاسبوعين ان احنا عملنا، كل شخص من اللي في البوت كامب عملوا الويب سايت بتاعهم على فريمر، وبيبقى بعد كده في سبورت على واتساب جروب مع بعض فور لايف على اي بروجكت بتاخده بعد كده. فلو انتوا حابين تعرفوا اكتر عن ده، ممكن نبقى انشر معاكم اللينك بتاع البوت كامب بعدها. ولكن عكس الاعلان بتاعي، يوتيوب نبدأ من عليه، لان هو بيبقى فعلا بحر كبير ممكن اخد منه المعلومات المبدئية، وممكن شخص يحتاج سبورت، ممكن شخص تاني يعرف ينطلق على طول لوحده. نبدأ من هناك وبعد كده نقرر لو كنا عايزين نستثمر في ان احنا نتعلم الأداة دي. ممتاز. نتمنى يكون ده جاوب على السؤال. وعايز اكد ان انا ما اعرفش ناس كتيره اصلا بتشتغل فريمر، فما اعرفش حد على اليوتيوب، يمكن بس هو يوسف اللي بيتكلم فيه. بالنسبه لي ممكن تقولوا لي لو في حد تاني نستفيد بالقنوات، لان كلنا بنكمل بعض. بس برضه نستغل الفرصه دي ونحاول نطلب من يوسف يوفر لنا بعد الجلسه بيوم او اتنين كود خاص من اللي عايز ينضم البوت كامب الخاص بيك، يكون كود خاص للفيمويه او للحضور تحديدا، يتم ارساله على ايميلهم لو حد حابب يجوين معاك ان شاء الله في البوت كامب. طبعا البوت كامب ده مقدم من حبايبنا في مجتمع زمرة يعني، فاكيد هاي كواليتي وما فيش خلاف عليه يعني.
فشكرا على السؤال وشكرا يا يوسف. في عندنا برضو محمد، بس اسمه مش كامل، محمد عماد. اتفضل يا محمد. محمد عماد رافع ايديك، اتفضل. تأكد إن المايك مفتوح يا محمد عماد. طيب مارتن، انت بتسأل تاني ولا؟ انا عندي سؤال تاني. اتفضل يا مارتن. هو ممكن تقترح علينا مواقع للفريلانس غير اب وورك يكون فيها كلاينتس مهتمة بفريمر والحاجات النو كود اكتر؟ وعندي سؤال تاني برضو، لحد فين اقدر استخدم التمبلتس في الشغل بتاعي؟ يعني هل مسموح لي لو انا بعمل شغل للكلاينت استخدم تمبلت واعدل عليها واسلم ده ولا لا؟ تمام. اوكي. بالنسبة مش هنسميها مواقع فريلانس، هو مواقع الفريلانس معروفة، اب وورك، خمسات، الحاجات اللي مشابهة لهذا الابروتش. ولكن اللي انا عايز اكلمكم عليه هي الحاجات الغير تقليدية اللي اقدر اجيب بيها كلاينت. اول حاجه والحاجه اللي انا شخصيا بعتمد عليها هو الكونتنت على السوشيال ميديا، وده بيجيب كلاينتس لان من خلاله الناس بتشوف الشغل بتاعك، سواء بتبقى انجيجد وبيبتدي يبقى فيه ليفل كده من الثقه، او بيعرفك ولما بيحتاج الحاجه او بيشوف حد محتاج حاجه بيبتدي يرشحك ليه، او ان هو بيتواصل معاك وبعد كده بتبتدوا تشتغلوا مشروع. وده بيتعمل عن طريق ان انت تكون متخصص جدا في الحاجه اللي انت مميز فيها او اللي انت بتعملها، وتحاول تعمل منها كونتنت باستمرارية، سواء على لينكدين أو حتى على البلاتفورمز التانية، لأن البلاتفورمز التانية الميزة فيها إن هي بتديك ريتش عالي لو أنت بتنزل بطريقة فيها مواظبة يعني. فده حاجة رشحك إن أنت تعملها. تاني حاجة وبرضو دي مفيدة جدا وهتأدي لنتيجة كويسة، إن أنا أبتدي أعمل كولد أوتريتش، إن أنا أتواصل مع الناس. فأنا دلوقتي لو دخلت عملت بحث مثلا على 100 موقع في مصر، ومن ال 100 موقع دول دخلت قلبت فيهم، اخترت منهم 20 موقع انا شايفهم مش كويسين، فيهم مشاكل وفيهم اخطاء والى ذلك. ممكن ابعت ايميل على الكونتاكت ايميل اللي في كل واحد من ال 20 بتحليل بسيط كده، ما خدش مني ساعة، لكل المشاكل اللي في الموقع، واعمل لهم عرض بان انا ممكن احسنه بمقابل مادي من كذا لكذا، او بس ان انا ممكن احسنه، ممكن ندخل في مكالمة ونعرف ازاي ممكن نعمل نسخة احسن من دي. وده على الأقل من ال20 هيجيب لي شخص أو اتنين ممكن يبقوا مهتمين، وأقدر بعد كده أعمل لهم بروجكت ده. الحاجة التالتة والأخيرة إن أنا ممكن عن طريق فريمر أعمل لنفسي بورتفوليو، أو أعمل نفسي ويب سايت بورتفوليو بيبقى مميز عن بيهانس، إن أنا بعرف أكستمايز فيه زي ما أنا عايز، ومن خلاله أعمل كونتاكت فورم في الآخر وأعمل أوفرز معينة، والناس تقدر تريتش أوت من خلاله وتبتدي، مثلا لو حطيت كالندلي تملى مواعيد وابتدي أدخل في ميتينجز معاهم وأعمل لهم استشارة، أو إن هم يتواصلوا عن طريق الإيميل ومن خلاله آخد شغل. فالثلاث طرق دول انا شايفهم احسن بكتير من الويب سايتس بتاعت الفريلانس، لان هم يعتبروا زحمه، ومع ان الديماند فيهم عالي جدا وخصوصا على حاجه زي فريمر والحاجات اللي سبيسيفيك اللي زي كده. ولكن كل ما تجرب طرق مختلفه، واحده منهم هتشتغل معاك احسن من التانيين، وده مش لازم يكون متكرر عند كل الناس. فجرب في كل الحاجات دي وشوف ايه اللي بيشتغل معاك باحسن طريقه يعني. تمام يا مارتن، ممتاز. ممتاز. انا كنت سألت عن التمبلتس برضو. التمبلتس، بص انت اولا لو هتستخدم تمبلت على وهتبلد عليها، يعني هتاخدها وتشتغل بيها، فانت محتاج تكستمايز الاسيتس اللي فيها، الكالرز، التكست فونتس، الحاجات دي كلها. وبعد كده تبتدي انت تكستمايز بقى في كل سيكشن والاستراكشر بتاعه، علشان ما ينفعش تاخد التمبلت كوبي بيست تغير اللوجو وتدي لي كلاينت. لا، انت بتبتدي تكستمايز كل حاجه في التمبلت دي. الاستخدام الافضل واللي انا برشحه، ان انت تاخد من التمبلت السكشن اللي انت عايزه تحطه في الويب سايت اللي انت بتبنيه، وتكستمايز الستايل بتاعها. يعني اكيد مثلا في راوندد ايدجز تخليها فلات لو الويب سايت بتاعك الايدجز فيه فلات، فونت معين، سبيسنج معين، كالر باليت معينه. فكل الحاجات دي لما تظبطها يبقى انت مش بتاخد التمبلت وتعمل حاجه عليها، انت بتاخد بس فانكشناليتي او انيميشن معين من التمبلت وتنتجريته او تحطه ويشتغل كويس في الديزاين اللي انت عامله للويب سايت ده. ولكن انت ما عندكش ليميتيشن يعني واقعيا لايه اللي انت ممكن تعمله. هي دي حاجه عندك فري ريسورس ممكن تاخد منه اللي انت عايزه وتستعمله بالطريقه اللي انت عايزها. الطريقه اللي انا برشحها هي الطريقه اللي قلت لك عليها. شكرا جدا.
حابب برضو أكد على كلام يوسف وأزود إذا أمكن إن أنت في الفريلانس يمكن أهم مهارة تتعلمها بعد ما تتعلم الديزاين وأساسيات اليو إكس هي مهارة السيلز، إن أنت تكون سيلز شاطر، تعرف تبيع الفكرة بتاعتك وتعرف تسوق لنفسك. يعني أنت لما تكون ديزاينر ومش قادر تعمل ديزاينز تسوق بيها لنفسك أو أيدياز تسوق بيها لنفسك، يبقى أنت محتاج لسه تشتغل في مشاريع كتيرة عشان توصل لنقطة تقدر فيها إن أنت تتميز وتقدر تبيع. فاول حاجه او تاني حاجه بعد ما تتعلم الديزاين واليو اي واليو اكس بشكل كويس، انك تتعلم مهارات البيع. تاني حاجه بعد مهارات البيع محتاج تفهمها او تتعلمها ان انت ازاي تفهم البيزنس واحتياجاته قبل ما تنفذ له. يعني ما تروحش بس تقلد اي كوميرس عشان هو عايز اي كوميرس، لا انت الاول لما تقعد معاه تفهم البيزنس بتاعه وتفهم هو ليه عايز يعمل ويب سايت، فاكيد هو عنده بين بوينت معينه او عنده مشكله، عنده قصور معينه عايز يغطيه، وليكن ضعف المبيعات. فانت بتقدر تعمل اناليسيز سريع. مهارات تحليل البيزنس مهمه معاك بعد مهارات اليو اي، بعد اليو اكس. السيلز مهم لو هتشتغل فريلانس، وبعدين تحليل البيزنس نفسه عشان الاساسيات، يعني عشان تعرف المشاكل اللي عند البيزنس دي ممكن تتحل ازاي، اقتراحك بالحلول على البيزنس. وطبعا لو انت شاطر في البيع هتقترح رؤوس اقلام مش الحل كله، هتقول والله انت عندك مشاكل في كذا وكذا وكذا واحنا ممكن ان احنا نطور، بس خلينا لما نتفق. فلما تيجي تبقى كده يبقى اوكي، هو عارف ان انت ادركت المشكله وعندك حل ما، لكن انت برضو في النهايه عندك فاليو لازم يندفع فيها قيمه ويتم التعاقد عليها. فلازم تركز لو فريلانس تركز على مهارات البيع، ولو متارجت شركات يبقى انت محتاج تطور مهارات الكوميونيكيشن او التواصل مع التيم. وبلاحظ كتير بيكتبوا، عفوا يا يوسف معلش طولت في الجزئيه دي، كتير جدا بيكتبوا ان هم تيم بلاير، بس وقت الجد يدخلوا التيم تلاقي ان هو سولو بلاير. فلما تكتب تيم بلاير تاكد ان انت فعلا قدرت تكولابريت او تتعاون مع فريق او اكتر. واحنا بنلاحظ كده في بعض التحديات الفيلمويه ان في بعض الناس بتقدر ان هي تكمل كتيم، وفي بعض الناس بتستقل وتطلع تكمل لوحدها. فهنا ساعتها لازم نعرف او تلاحظ ان انت مش ممكن تكون مش تيم بلاير، حتى لو انت اشطر واحد فيهم محتاج برضه ان انت في النهايه تقدر تتعاون معاهم. طولت يا يوسف معلش، بس حبيت ان انا ما انساش التفاصيل دي وافيد بيها الفيجماويه يعني. محمد عماد اتفضل. السلام عليكم. أنا بعتذر عن المقاطعة الأولانية، بس كان في مشكلة عندي في المايك. ولا يهمك اتفضل. كان عندي سؤال بس. أنا من فترة بدأت في المجال بتاع اليو اكس واليو اي. الحمد لله قدرت أعمل مشاريع لوحدي. طلعت انسايتس كويسة. بس أنا بتكلم على النقطة اللي بعد كده اللي عايز أوصل ليها، اللي أنا عايز أطور نفسي في الجزء بتاع اليو اي. أنا عارف الجزء بتاع اليو اكس كويس ودرسه كويس، يعني مش هقول احسن حاجه بس الى حد ما كويس جدا. بس الجزء بتاع اليو اي انا محتاج اطور نفسي فيه. لما مثلا باجي اعمل بيج او سكرين معينه ما بيكونش فيه افكار او ايديا معينه في دماغي عايز اطلعها. انا مش عارف السبب في ده، هل هو مثلا ان مفيش تغذيه بصريه كويسه، ولا في حاجات تانية المفروض ان انا اعملها؟ تمام. هو انت قلت الاجابه هي دايما بتبقى في جزء التغذيه البصريه، بس هي مش ان انا هقعد اتفرج على ويب سايتس، هو مش ده اللي هيخليني ابقى احسن في اليو اي. هو انا على الاقل هشوف حاجه تعجبني احاول اعملها تاني يعني. آم، في مقوله حد قالها لي زمان، كان منتر بس مش منتر بقى من ناحيه السيلز، كان من ناحيه الديزاين. قال لي good artist copy great artist steal. فالفنان الكويس بينقل، انما الفنان اللي جامد جدا هو اللي بيعرف يسرق. والسرقه هنا مش معناه ان انا اخد شغل حد واقول ان هو شغلي، معناه ان انا اعرف اعمل نفس الحاجه اللي هي مبهره اللي انا شايفها قدامي دي. لان وانس ان انا عرفت اعملها انا كده خلاص خدت السكيلز والمهارات اللي انا محتاجها عشان الحاجه دي تتعمل. ممكن لما اكون هعمل بروجكت ما اعملهاش زي ما هي، بس انا زي ما تقول كده اتمرنت التمرينه دي، لعبت الطريقه دي، فعارف بتتعمل ازاي. فاكتر طريقه تطور في جزء اليو اي هو ان انت تحاول تريبليكيت حاجات كتيره شايفها شكلها كويس، وتحاول تعملها فروم سكراتش. ده اللي هيخليك تقابل المشاكل اللي انت محتاج تقابلها علشان تتعلم الحاجات اللي محتاج تتعلمها علشان تبتدي تتحسن في حته اليو اي. واظن ان مفيش مرحله الواحد بيوصل فيها يقول انا ممتاز في اليو اي. اظن ان دي حاجه هتفضل طول حياتك بتتحسن فيها. زي ما جزء اليوزر اكسبيرينس برضو كل ما هتبتدي تديزاين حاجات اكتر، تسمع من يوزر فيدباك اكتر، ايا كان الحاجه اللي انت عملتها مهما كانت بيرفكت بالنسبه لك،
هتلاقي في مشاكل وتشالنجز محتاجه تتحسن وتتعمل. فدايما البروسيس بتاعتنا وشغلنا الميزه فيه ان انت تعرف دايما تريفيزت وترجع تاني للحاجه وتحسن عليها اكتر، سواء من الناحيه بتاعت الاكسبيرينس او من ناحيه الانترفيس والديزاين. تمام، شكرا جدا. انا بس عايز استفسر عن حاجه كمان. اتفضل. بالنسبه انا لسه بقول لحضرتك، يعني انا بادئ في المجال مش بقالي كتير ومش قليل، يعني مثلا نقدر نقول سنه وشويه. تمام. فممكن لو في حاجه اقدر استفاد منها، قنوات على الشانل اليوتيوب زي ما حضرتك بتقول ان هو بحر، وان انت استفدت منه كتير في بدايتك. ممكن ترشح لي ايه مثلا حاجه ادفانسد استفاد منها؟ هو بص، في ريسورسز كتير. انا بعتمد اكتر شخصيا على الفيد بتاعي، اللي هو انا بتفرج على حاجات في يوتيوب فاهمني، فبيطلع لي حاجات مور لايك. عمري ما بروح لتشانل معينه، ولكن تشانلز تمام. الديزاين هتلاقي منها كتير جدا. الفكره مش ان انت تاخد الموضوع اكاديميك، خد الموضوع على ان هو فعلا من الحاجات اللي انت بتبقى مهتم ان انت تتفرج عليها. يعني الموضوع زي انترتينمنت بالنسبه لك، كانك بتتفرج على تشالنج فيديو على يوتيوب. ففي محتوى كتير جدا في اسمها فيوتشر. انا بس اللي هفتكر اساميهم هتبقى الحاجات اللي فاكر اساميهم من زمان. فممكن نجهز ليست بقنوات على يوتيوب نتفرج عليها ليها علاقة بالديزاين عامة، وابقى ابعتها لكم في وقت بعد كده. ولكن في الوقت الحالي مش هعرف الليست ديك الاسامي. ولكن في الاول وفي الاخر انا بنزل فيديوز على يوتيوب، ادخل اتفرج عليهم كلهم. مش هياخدوا منك يومين ان انت تجيبهم من اولهم لاخرهم، عشان ما بقاليش. انا متابع حضرتك بقالي كتير. الله تمام. يخليك. هحاول اليست تشانلز كتيره، بس الفكره ان هم هيبقى اغلبهم انجلش، هي دي هتبقى النقطه. ولكن انا اوكي. ممكن انا اتفرج على فيديو انجلش لحد ديزاينر بيديزاين، ومجرد ان انا اتفرج ده مفيد. يعني ممكن ما اسمعش ولا كلمه ولا ابقى مهتم ان انا اسمع اللي بيتقال، انا شايف بس البروسيس قدامي دي تفيدني. فده ميزه عندنا ممكن تخليني اعرف اتفرج على حاجات كتيره من غير ما يبقى الموضوع مزعج في حته اللغه. فحاول اليست القنوات على قد ما اقدر وتدخلوا عليها. بالنسبه اوكي، شكرا. اتفضل. ماشي، اتفضل. اتفضل. القناه بتاعتي هتلاقيها باسمي، اللي هو الاسم اللي على اللي هو يوسف الشاذلي بالطريقه اللي انا كاتبها، USEF. اوكي، شكرا لحضرتك. تمام، شكرا يا محمد. وانا كنت هقول نفس الكلام يوسف برضو، ان احنا عشان برضو وقت الجلسه هنخليه كده براحته بعد الجلسه ان شاء الله. يلست كده سام يوتيوب شانل ويبعتها لنا نشيرها معاكم ان شاء الله، بحيث اللي عايز يستفيد سواء كان شانلز عربي او انجليزي هو يوسف يختار الانسب نشيره معاكم ان شاء الله. في السؤال بتاع، احنا وقت الجلسه خلاص فاضل تقريبا 8 دقائق، ف وحابين نكمل معاك لحد اخر الليل والله يا يوسف، الكلام معاك خلاص يعني. بس هنعمل جلسة تانية أكيد إن شاء الله تكميلية. باذن الله. في سؤال إن شاء الله. سؤال المهندس أسامة الدريني وصلني على الواتساب، ويعني سؤال بيضرب تحت الحزام يعني، فبس اتس اوكي، اتس اوكي، واي نوت. بيقول لك رأيك يا يوسف في كواليتي الكود اللي بيطلع من فيجما سايت. قصده على فيجما ميك ولا فيجما سايت؟ هو قايل فيجما سايت، هو اي ثينك يقصد لما عمل انسبكت وشير الريزلت على لينكد ان، كان مطلع اوتو جنريت ديف كده يعني. فاظن هو يقصد رايك في حاجه زي دي. عامه في الحالتين ايه رايك في الكود اذا كان فيجما سايت او اذا كان فيجما ميك؟ اتفضل. اظن يعني انا ما شفتش عامه البوست ده بالتحديد، فانا مش عارف بالظبط الهنت هنا على ايه. ولكن من وجهه نظري في حته الريسبونسيف كود كالحاجه اللي احنا بنشوفها كريزلت في الاخر من فريمر، فانا شايف ان هي ممتازه جدا. وكمان في نقطه مهمه في الحته دي، وهرجع لفيجما. يعني الان هجاوب على جزء فيجما، بس خليني اروح لفريمر الاول، لان هي من النقط اللي انا دايما بستخدمها مع كلاينتس بتوعي. انا بفتح له ويب سايت على ووردبريس فيه شويه انيميشن، وبوري له ازاي السبيد لود بتاع الويب سايت ده بقى ضعيف جدا بسبب ان هو في كام كاروسيل مثلا بتاع لوجوز بتقلب، حاجات بسيطه جدا موجوده فيه. بعد كده بنفتح الويب سايت على فريمر اللي موجود فيه انتر اكشنز وانيميشنز كتير جدا، طبعا في كل سيكشن حاجات فعلا مبهره، وان السبيد لود بتاعته بتبقى كويسه جدا مقارنه باللي على ووردبريس. فده بيورينا ان التولز دي، او اللي هي التول بتاعت اوبتمايز جدا الويب سايت بيلد اللي بنعملها، وبتطلع لنا حاجه ككواليتي. انا مش كودر فما بدخلش اشوف في الكود نفسه ايه النظام، ولكن ككواليتي وكبرفورمانس تولز على الاس اي او بيطلع لي ريزلت كويسه جدا، مقارنه بحاجه ليجاسي زي ووردبريس والحاجات اللي منتشره اغلب الناس بتستخدمها.
فده بيديني وكمان هو لما بيبقى في مشكله وانا بديزاين او هعمل انيميشن مثلا ممكن يبقى معقد جدا او هيسبب تاخير ولود يبقى بطيء، التول نفسها بتطلع لي اوبتمايزيشن ايرور وتقول لي السكشن ده الجزء ده فيه مشكله فروح صلحه. فلما بصلحه وارجع اعمل ببلش بيديني لو الاوبتمايزيشن الويب سايت از اوبتمايزد ولا لا، يعني الويب سايت دلوقتي شغال بكفاءه عاليه ولا في حاجه محتاجه تعديل او تصليح. فدي نقطه كفريمر اظن ان مفيش تولز كتيره بتقدمها. لما اروح بقى على فيجما سايتس ونبص على حاجه زي كده، مش عارف اذا كانت حاجه زي كده اوريدي موجوده فيها ولا لا، ولكن ام جادجنج من الفيدباك دي ان هي طالعه بايظه على الاخر. ده صح ولا انا يعني غلطان؟ هو تقريبا كده بس انا عايز اقول ان هو انت اصلا لسه في بدايه الطريق، فطبيعي يحصل الاوتو جنريشن، وموضوع يعني اللي هو بيسموه ايه ده، ديف، اللي هو مالتي ديف او نستنج او وات ايفر، ديك ديف او وات ايفر. يعني مش عايز اقول مصطلح غلط، اللي هو ديف انسايد ديف انسايد ديف انسايد ديف، له مصطلح انجليزي يعني. على كل حال ده طبيعي يحصل في الاول، لكن هل هيتحسن بعدين؟ هي الشطاره هنا ان هو يحسن الموضوع ده بعدين، يقلل عدد البلوكات اللي بيتم توليدها، يكتفي بالحاجات الاصيله اللي هي فعلا ما تبقاش تحميل زائد على الويب سايت. فاحنا ننتظر كده يا اسامه سنه، ونشوف بعد كده يكون وصلوا لحد فين ان شاء الله. طيب، ختاما احنا معانا الختام والتوصيات. المهندس عبد الله رفع ايده، فلو في مثلا اي سؤال سريع يا باشمهندس سؤال كرما عشان سريع بس سريع وقت جدا الجلسه. جدا اتفضل. جدا سريع اتفضل. جدا. أنا وصلني بس بعض فيدباك مش من فريمر او من كلاينتس من فريمر على موضوع الاس اي او. مش راح احكي شو الفيدباك، هل هي كويسة او مش كويسة، بدي اسمع منك. ايه عايز السؤال؟ يعرف رايك يا يوسف، السؤال بمعنى الاي سي اخر، او خليني اخباره؟ اصيغ لك اياه، انه ما هي قوة الاس اي او بفريمر مقارنة بأي ويب بيلدر موجودة لحد اليوم؟ اوكي، فريمر بيديني البيسكس بطريقه كويسه جدا، بيديك ان انت تعرف تكتب طبعا تاجز على الايمجز، وان انت تحط كحاجه بيسك للديزاينر، هو مش ديفلوبر، مش محتاج يكون ادفانسد، يعدل الكونتنت مانجمنت سيستم بتاعه. وكمان من الحته بتاعت السيتنجز يبتدي يعدل التكست اللي بيطلع على جوجل من بره والحاجات اللي ما الى ذلك. طبعا الاي سي او في اغلب الاحوال الكواليتي بتاعته بتبقى ميجرد على الباك لينكينج للويب سايت، بمعنى الويب سايت بتاعي معمول له منشن في ويب سايتس قد ايه والترافيك اللي عليهم عامل ازاي. هي دي الحاجه اللي فعلا بتاثر على الاي سي او. الديبيت الحالي بقى اللي هو ممكن يكون بيكسر اصلا الهدف بتاع نقطه الاي سي او، ان كل السيرش بقى مبني على اي اي تولز. فالماتريكس بتاعت الاي اي دلوقتي تشات جي بي تي والحاجات دي اللي الناس اغلب الترافيك بيجي للسيرش من خلالها، من الواحد بيجي في دماغه سؤال بيروح لتشات جي بي تي مش بيروح لجوجل دلوقتي. الماتريكس بتاعت الادوات دي بقت مختلفه. فاحنا دلوقتي في مساحه زي ما نقول كده جراي اريا، مساحه مش عارفين فيها ايه اللي هيحصل في الفتره اللي جايه، ممكن تاثر اصلا على فكره الاي سي او عامه. ولكن لو بصينا على اداه زي ووردبريس هتلاقي ان فيها تولز كتير جدا بتساعد الواحد ان هو يوبتمايز الاس اي او بتاعه، ويعمل لك اناليتيكال ابروتش ليها وحاجات مختلفه. ممكن يكون فريمر والادوات الجديده كلها بتفتقر للبلجنز الكتيره اللي بتساعد في الحته دي، ولكن الفانكشن بتاعت كومباني بروفايل او بورتفوليو ويب سايت والحاجات المماثله لكده اللي انا بعتبرها احسن كيس لفريمر مش بتحتاج قوي حته الاي سي او ان هي تكون اقوى حاجه في الدنيا. انت مش بتعمل بلاتفورم بتاعت اخبار او بلاتفورم بتاعت بلوجز وحاجات زي كده، انت بس بتستخدم الفيتشر دي في اطار ان انت تعرض معلومات عن الشركه او اشياء مشابهه لحاجه زي كده. فاظن ده بيغفر لهم شويه في حته ان الموضوع مش implemented فيه بلجنز كتيره وكونكتد مع حاجات كتيره تديك اناليتيكال فيدباك. ولكن هو احنا صحيح. كمان مع الابديت الجديد تبع جوجل، يعني انت حكيت جملة يعني حطيت اصبعك على الجرح. خصوصا انه جوجل صار السيرش تبعها كله ثرو جيميناي، فهنا في مصيبة بدها تصير. الله يستر من الايام الجاية. بس يعني برضه هنرجع نقول ان ما هو لو انا بصيت عليها اغلب الترافيك دلوقتي بقى بيجي من السوشيال ميديا. يعني انت لو اه عايز يا ديفنتلي، يس يس. هتجيبه من السوشيال ميديا، فمش هنضيع قوي. ولكن الماتريكس والحاجات اللي بتقيس الكواليتي بتاعت الحاجة اللي احنا بنقدمها بتتغير يوم عن يوم، فالله اعلم هتبقى فين كمان سنة او كمان سنتين.
شكرا. شكرا يا عبد الله على السؤال المميز ده، وشكرا يا يوسف على الإجابة. وعندي بس إذا تسمحوا لي برضه أضيف إضافة في الجزئية دي. السيرش انجن اوبتمايزيشن او تحسين محركات البحث بينقسم لحاجتين. الحاجه الاولى البيست براكتس، انت ازاي عامل الهيراركي بتاع الصفحه بتاعتك. البيست براكتس في الاتش تي ام ال عامله ازاي، السكيلتون او البناء بتاعك للصفحه كويب او حتى كموبايل اب مبنيه ازاي. فده في حاجه اسمها بيست براكتس بيهتم بيها الفرونت اند ديفلوبر، ولازم يوصل بيها لجزئيه فوق ال 90% على الاقل. وعلى فكره انا جالي لاحظت برضو موقع فريمر، وخدت عملت له تحليل فاتاكدت واصطدمت ان الاس اي او بتاعه كان رهيب. البيست براكتس كان خيالي، وده كان غريب بالنسبه لي، انا توقعت ان هو اي كلام يعني، بس طلع فريمر عامل اس اي او ممتاز. دي الجزئيه بتاعت البيست براكتس. الجزئيه بتاعت السيرش انجن اوبتمايزيشن الخاصه بمحركات البحث. احنا حاليا في عصر بينتقل زي ما قال يوسف، منطقه رماديه ما بين الاس اي او لمنطقه الاي اي او، اللي هو من سيرش انجن اوبتمايزيشن لايجنت انجن اوبتمايزيشن. فانت كارنتلي بتحاول توفر الداتا اللي هي تروح مباشره للايجنت زي شات جي بي تي، جيميناي او وات ايفر، ديب سيك او وات ايفر. والجود نيوز برضو عشان المهندس عبد الله ما يتخضش من اللي بيحصل من جيميناي، كرنتلي جيميناي بقى يطلع الريزلت ويحط جنبها كده ايه لينك صغير يوضح السورس بتاعها. طبعا اوكي ما حدش هيهتم باللينك لان في دارك باترن صغير اللي هو اللينك صغير ومش واضح واتمنى جوجل مع الوقت تتحسن من التجربه دي بحيث ان يبقى في الريزلت واللينكس واضحه بشكل مرتب تضمن حقوق الويب سايتس. لكن نهتم الفتره اللي جايه بالاي اي او اللي هو ايجنت انجن اوبتمايزيشن عشان نقدر نطلع بالويب سايتس بتاعتنا للليفل المناسب لعصر الذكاء الصناعي. احنا وصلنا حاليا للختام والتوصيات يا يوسف، فاتمنى اسمع منك اي توصية للفيجماوية. اتفضل. انا بس اتمنى اولا شكرا ليكم على التجربه الممتازه دي، وشكرا على الانجيجمنت العاليه. بجد اتبسطت ان انا معاكم النهارده. وفي النهايه يعني حابب اقول لكم كملوا في ايا كان المجال اللي انتم مكملين فيه. فيجما، فريمر، كلها بالنسبه لنا عباره عن ادوات. التجارب اللي ورا الحاجه، التجارب اللي ورا الشخص، وان هو يكون ما عندوش مشكله ان هو يتعلم اداه جديده عشان بس يشوف هي هتعمل ايه وما يستخدمهاش حتى. دي من الحاجات اللي هي بنسميها او كرياسيتي، ان الواحد يكون عنده حتة الفضول دي. هي دايما اللي هتخلينا نبقى احسن. والمجتمع بتاع الفجماوية كله بجد ده عن تجربة تعامل مع ناس بره مصر وجوه مصر. احنا الناس اللي عندنا حتى في الجونيور ليفل او الناس السينيور وكل الليفلز اللي موجودة، بنعرف نطلع كواليتي وشغل ينافس مع كل الدول التانية اللي في العالم. فمش معنى ان في فقر شوية في كمية المعلومات اللي موجودة على يوتيوب أو على النت أو الحاجات دي اللي معمولة للغة بتاعتنا، إن إحنا نبقى محبطين بسبب ده. لا بالعكس، إحنا في طلب عالي جدا على المهارة بتاعتنا، والمهارة دي مش متأيدة باللغة. فهنعرف نعمل أكتر ونعرف نعمل أحسن، وإن شاء الله كلكم تقدروا تعملوا أحسن من كده بكتير. فبالتوفيق ليكم، ومبسوط جدا إن أنا كنت معاكم النهاردة. شكرا يا يوسف، والله احنا مبسوطين اكتر وحابين توعدنا ان يكون في جلسة تانية نكمل فيها الحوار معاك، لان فعلا دي من امتع الجلسات اللي احنا حضرناها. وشايف ان ساعة ونص لا، كان يفضل تكون اكتر من كده، ساعتين او ثلاثة يعني. فان شاء الله يكون في بينا جلسة تانية قريب. شكرا لوقتك وعلى تشريفك لينا في جموية، ونراكم قريبا على خير ان شاء الله. شكرا لكل الحضور، وان شاء الله في مفاجآت قريبا هترسل لكل من سجل في الجلسة شهادات حضور باي فيجماوية. ان شاء الله هتوصل لكل الناس اللي سجلت معانا في الايميل. وطبعا الحضور كان كبير جدا جدا جدا، عشان اسم يوسف الشاذلي لوحده كفايه ان احنا نقوله، فنلاقي الاقبال كبير. احنا قللنا العدد، قبول العدد، لان فعلا احنا ما كناش ضامنين احنا نقدر نكفر كل العدد الموجود. فان شاء الله يا يوسف كرما نحاول المره الجايه نفتح العدد ل 200، عشان برضو الناس كتير عايز تستفاد من خبراتك. الله يخليكم، إن شاء الله المقابلة جاية قريب جدا إن شاء الله، بإذن الله. بإذن الله. شكرا يا يوسف، شكرا لكل الحضور، ونشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم.